ضيفتنا النهارده عندها اكتر من 10 years في التيتشن انجلش، 10 سنين ورا. دارسه بزنس اصلا. انت ايه اللي حولك من البيزنس للتيتشن؟ ايه احسن من اني مجبره ان انا افضل اتعلم طول الوقت عشان اشرح للي قدامي حاجه؟ كانت تجربه حلوه قوي، ويمكن من وقتها بدات افهم الوقت، قيمه الوقت، انه الدقيقه ممكن تبقى اكتر بكتير من اللي انت متخيله. ما كنتش بقول لا لاي حاجه. اهلا بيكم في The Pro Teacher from The Pro English، البودكاست اللي بنقابل فيه ال ESL Heroes، نتعلم اكتر من تجاربهم، بنبدا نتناقش معاهم اكتر عشان نعرف ازاي نطبق دوت في حياتنا. ضيفتنا النهارده عندها اكتر من 10 years في التيتشن انجلش، عندها اكتر من 7 سنين في التيتشر تريننج، منهم سنتين at working as a CELTA tutor. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله everything is good. الحمد لله زي الفل والله. ايه اخبار الرحله معاكي؟ كانت لطيفه، طويله شويه بس كانت فرصه حلوه يعني. كندل بقرا طول هو الطريق. اصلا من هنا لدمياط قد ايه؟ والله على حسب يعني، اوقات بتبقى 3 ساعات 4 ساعات حسب السرعه يعني. بس النهارده الجو كان فيه شويه عواصف وحاجات غريبه حاصله، فخدنا وقت اطول. طب انا عايز اسالك بقى سؤال مهم. ليه النهارده يعني انت تالت ضيف من 5 ضيوف من دمياط، ويوم الخميس الجاي الضيف الرابع من دمياط؟ فانا عايز اعرف هل انتوا محتكرين الاي اس ال؟ انا بحاول بدات احس بكده. طب بجد لا، اصل هو في ظاهره غريبه ان في ناس كتيره جدا على فكره في بيج نيمز في المجال بتاعنا اغلبهم من دمياط، فايه السر؟ واتفاجئت بناس بعد كده كمان يعني. بسال حد في حاجه لقيته بيقول لي على فكره انا كمان من دمياط، فاللي هو ما كنتش اعرف خالص. لا انا عايز اقول كمان في الاي اس ال، في التيتشر تريننج عندنا كمان بنتكلم على الايلتس. يعني فايه ايه السر؟ مش يعني we're successful people, that's a good thing يعني. دي حاجه حلوه الحمد لله. بس حقيقي مش عارفه ليه. ممكن مش حقيقي مش عارفه، مش لاقيه سبب محدد ان يبقى فيه. بس انا اعرف ناس كتير من اماكن تانية غير دمياط، بس لسبب ما، او يمكن عشان في عدد كبير ممكن معروفين للناس، فباين ان دمياط منها عدد كبير قوي. بس في ناس من اماكن تانية كتير، مش عارفه. That's really nice. طب انا عايز بقى كده تحكي لنا بقى القصه بتاعتك من الاول خالص، بقى من اول كلاس درستيه كان التجربه بتاعتك كانت عامله ازاي؟ يعني ابدا بقى الكارير بتاعك بقى من الاول خالص، يعني كده نبدا كده مثلا 10 سنين ورا. اوكي احكي لنا بقى. alright. طيب في الاول انا يعني دارسه بزنس اصلا. فبس وانا من قبلها كنت حابه ان انا ادرس. ما كنتش محدده ان انا عايزه ادرس انجلش، كنت عايزه ادرس بس يعني بغض انا عايزه ادرس بس، ده اللي انا عايزه احققه. وبعد شويه بدات بقى ادور اكتر في الموضوع. ف مجرد ما بدأ يعني في خلال الكلية كنت مثلا بدرس accounting management حاجات من دي. بس لما اتخرجت سمعت بقى عن كورسز سلتا والتفل والحاجات دي كلها، فبدأت خدت أول كورس. وبعد كده خلاص بقى يعني اللي هو بدأت خلاص بنشتغل، بنحوش، بنشوف الكورس اللي بعده وهكذا. أول كلاس أدرسه خالص يعني بشكل بقى في الإنجليش كان teaching practice، كان TP. فأنا كنت بتقيم، كنت لسه بتدرب. التجربة كانت جديدة، فيها شيء من التحدي بالنسبة لي. ما بحبش قوي ان انا ابقى السنتر اوف اتنشن، فكان موضوع جديد، فكره ان انا واقفه قدام ناس وبشرح لهم والحاجات دي كلها. في الاول كان الموضوع بشكل فريندلي شويه، بس فكره بقى الموضوع سيستماتيك وكده كان شويه جديد. كان زي ما توقعت بشكل كبير يعني. حتى لو الشخص ما بيحبش انه يبقى قدام الناس او يقف يتكلم كتير او كلام من ده، بس وانس ان خلاص انت بتحب الحاجه دي، فمجرد ما بتبدا تعملها بتنسى اصلا بقى كل الحاجات التانية اللي هو لا انا مش مرتاحه، او انا لا مش حاسه ان انا I'm doing a good job او الكلام ده كله. كانت تجربه حلوه قوي، ويمكن من وقتها بدات افهم الوقت، يعني قيمه الوقت، انه الدقيقه ممكن تبقى اكتر بكتير من اللي انت متخيله. يعني ممكن مثلا في دقيقه في الدقيقه دي انا هعمل كذا وكذا وكذا، عما يكون ميعاد الكلاس جه فهبقى في الوقت بالظبط مظبوط. فدي من الحاجات اللي انا فعلا استفدتها من التيتشنج. نايس جدا. طب انا عايزه يعني انت اول حاجه، سواء في اغلب الناس لما بتيجي تدرس غالبا بتلاقي نفسها اتحطت في كلاس، انت ليه اول حاجه بداتي بيها ان انت حضرتي تيتشر تريننج؟ يعني ده عكس الترند اللي بيحصل. يعني هو انا يعمل الحاجه يا ما اعملهاش، يعملها صح يا ما اعملهاش. فما احبش ان انا وبالذات ان انا اعلم حد او انقله معلومه، دي امانه. فانا لازم قبل ما اعمل ده يكون عندي ماده علميه قويه، وده بيتحدد طبعا بانك كانجلش تيتشر تعمل تحديد مستوى، تبقى عارف ان انت مستواك يسمح انك تعلم الناس اللغه دي.
والحاجه التانية طرق التدريس. مش مجرد ان انا قلت لك الكلام ده فخلاص، لان احنا لو جيت تبص عليها هتلاقي ان احنا كلنا درسنا انجلش في المدرسه، وكلنا المفروض بالجرامر اللي احنا بناخده بكل الحاجات اللي بنتعلمها دي المفروض نخرج مستوانا كويس جدا، يعني B2 على الاقل. بس بتلاقي ان احنا لا، الناس بيتخرجوا ما زالوا مش عارفين يتكلموا اللغه. ففكره الامانه في نقل المعلومه وطريقتها، وان انا يبقى معايا التكنيك الصح عشان وانا بشتغل ابقى فعلا شغاله صح وفعلا قادره اعمل فرق. فيمكن عشان كده ما حاولتش ان انا هدرس الاول اجرب وبعدين اتعلم. لا، انا اتعلم الاول، نستنى شويه اتعلم احسن وبعد كده ابدا اشتغل. طب انت ايه اللي حولك من البيزنس للتيتشن؟ يعني ليه اصلا، طب ليه ما دخلتيش اصلا حاجه تيتشن من الاول؟ اوكي، هو ده كان البلان اصلا. انا في الاول كنت ألسن، ولكن اللي حصل بعدها انه كان في ثوره ولخبطه وحاجات كده حصلت، فاضطريت ان انا احول انقل من ألسن ادخل تجاره. فده كانت، انما الخطه من الاول كانت ان انا ألسن هتعلم لغات وهدرس لغات. دي كانت الخطه من البدايه، ولكن حصل تغيير. ماشي، انا كده اصل انا ترجمت ان انت كنت بتحكي لي من الاول خالص انت كنت من اول الثانويه العامه عندكم في دمياط تقريبا بالظبط. بعد كده ما رحتيش. طب ليه ما رحتيش الألسن طالما انت كنت حباها كده؟ كان وقتها الوضع السياسي في البلد، وكان فيه الثوره وقتها، وكان في بقى شويه حاجات غريبه بتحصل. يعني كان في ترشيح كده من العيله انه انت حابه اللغات، طب خليكي تجاره انجلش عشان يبقى فيها لغه، بس بلاش تسافري. ما كانش فيها فكره انك لا ما تروحيش، بس كان فيها فكره انه كده نبقى مطمنين عليكي وكده، فخلاص تمام. كان الاوفر التاني البديل هو البزنس انجلش، يعني كوميرس، فدخلته وتأقلمت وكنت متفوقه برضو وعادي امتياز وجيد جدا وكل حاجه. بس فضل حته انه بس انا مش عايزه اعمل ده يعني. ويمكن جالي اكتر من اوفر ان انا اشتغل في بنوك، وكنت خلاص بقف على اني امضي العقد، بس حقيقي ما قدرتش. اللي هو انا عايزه ادرس، يعني انا الحاجه اللي انا عايزه اعملها طول الوقت هي ان انا ادرس. فجيت هنا بقى خلاص، اللي هو لا يا جماعه معلش، مع البيت كده قلت لهم يا جماعه انا بنك خلاص، لا مش هشتغل في اي مكان، انا عايزه ادرس. فالتدريس بقى بيبقى منين؟ فانا شاطره شويه في السيرشنج وان انا اجيب المعلومات، فبدات ادور والتدريس ده ازاي او كلام. كنت في الاول بدور بشكل عام التدريس في العموم. بعد كده طب تدريس الانجليش صدفه كنت بشتغل في مكان وجالنا ناس من الصين، فانا ما كنتش بتكلم انجليش خالص، بس شاطره في اللغه بس مش بتكلم خالص. ففجاه قالوا لي آية يعني روحي اتكلمي، قولي لها اي كلمتين. فرحت اتكلمت شويه فلقيت ايه ده، انا بعرف اتكلم انجليش. يمكن كانت دي غريبه شويه، اللي هو انا ما حاولتش او ما كانش في كونتكست قبل كده ان انا يبقى في ديسكشن ان انجليش. فلقيت اوكي مستواي كويس في الانجليش وبدات اسمع جربتها واشتغلت. طلعت بعرف. لما جربت طلعت بعرف. فلقيت ان اللغه الحمد لله كويسه. وعرفت بقى التفاصيل التانية بتاعت التفل والسلطة. السلطة وقتها كانت بالنسبة لي يعتبر انفستمنت كبير في طريق أنا لسه مش عارفة، فعشان كده اخترت تفل، عشان كان بالنسبة لي يعني cost effective. خاصة أنا لسه بجرب، أنا لسه مش عارفة أنا هبقى عاملة إزاي. وخلاص وانس إن أنا بدأت يعني TP1 عدى، بدأت TP2، بدأت أستمتع بقى فعلا بإن أنا مش حاسة إن أنا بتدرب، أنا حاسة إن أنا مبسوطة وأنا بحضر، مبسوطة وأنا بشرح. وانس ان ده خلاص بقى بدات ادور على اللي بعده، اللي هو هنتعلم ايه تاني. يمكن الحاجه الاساسيه من التدريس ان انا بحب اتعلم على طول. ففي فرصه ايه احسن من اني مجبره ان انا افضل اتعلم طول الوقت عشان اشرح للي قدامي حاجه. فالموضوع انا مش حاسه ان انا قاعده بذاكر، حاسه ان انا بخلص حاجه عشان هساعد حد بيها. فالموضوع ما فيهوش جزئيه الملل دي خالص بالنسبه لي. تقريبا طلعت المجهود والشطاره بتاعت ثانويه عامه في المجال بتاعنا. بس انا ما شاء الله خدت بالي انت خدتي اكتر من سيرتيفيكت، خدتي اكتر من حاجه. يعني انا كمان برضو اي ثينك انت كنت زمان بتدرسي ايلتس او كمان غير كده تقريبا كنت شغاله برضو تافل تيوتر، اشتغلتي حاجات كتيره جدا. طب احكي لنا بقى عن الرحله بتاعت البروفيشنال ديفلوبمنت. بدات ازاي؟ ايه اللي حصل فيها؟ يعني معاك المايك بقى، عيش احنا معاكي. الموضوع كان فيه يعني فكره ان انا دخلت بدات ادرس كوميرس، دي حاجه. فبعد 4 سنين فكره انه درسي عادي خلاص مسموح لك. فاللي هو كنت I was hungry for more، اللي هو على طول عايزه اكتر، عايزه ادرس اكتر، عايزه اتعلم اكتر. فكنت في ستيج كده في الكارير بتاعتي في بدايتها ما كنتش بقول لا لاي حاجه.
فلو حد قال مثلا يلا بزنس انجلش، اوكي معاكم يلا. طب بنحضر ايه وكذا، في كتاب كذا، كان ايامها ماركت ليدر كان الكلاسيك يعني. فطب تمام، امسك الكتاب اذاكره احضر وابدا اشتغل. طب في كورس برايفت في المينا مثلا عندنا في دمياط او في المنطقه الصناعيه او كذا، اوكي يلا. بعدها لما ده بدا يحصل فبدا الناس يحسوا ان هم كنت بشتغل كمان فريلانسر، بس كنت بشتغل فريلانسر اكتر من الفول تايم، لاني بشتغل فريلانسر في اماكن كتير وكان فيس تو فيس، فكنت بتنقل كتير، كنت كمان بشتغل اونلاين. فكنت بتحرك كتير وبدرس في اكتر من كونتكست مختلف، عشان انا عايزه اعرف. حاسه ان يعني كان في احساس كده وقتها ان انا ضيعت وقت كتير ال4 سنين بتاع الكليه ان انا ما درستش. فحاسه ان انا محتاجه اتعلم كتير قوي في وقت قصير. فكنت اي فرصه بالنسبه لي ان انا اشتغل كنت بتعامل معاها ان هي learning opportunity، انا داخله اتعلم. فلما ده حصل بدا الناس اللي انا بشتغل معاهم يحسوا ان انا reliable، ان هم يقدروا بقى يعتمدوا عليا. فبدأ يحصل ان مثلا لو في student عنده learning problem، حد مثلا dyslexic، حد عنده ADHD، حد كده، فيبدأوا يقولوا لي ايه احنا حاسين ان انت هتعرفي تتعاملي مع الستودنت ده. فبدأ يحصل انه ايه، يعني هم حسوا ان انا open، ان انا اوكي يلا يا جماعه في challenge فيلا. فبدأوا لما يلاقوا في challenge يدوهولي انا، اللي هو اوكي اتعاملي انتي مع ده. فدي كانت حاجه حلوه. وبدأوا من هنا يرشحوني لحاجات تانية. يعني كنت بشتغل في سنتر في دمياط، والمدير السنتر شاف ان انا dedicated جدا وكل الحاجات دي، فقال لي بصي انا ارشحك ان انتي تشتغلي business English teacher في أميديست. ده طبعا وقتها كان يعتبر حاجه كبيره بالنسبه لي، كنت في بدايه الكارير جدا يعني. ده كلام في 2000 وكام دوت؟ في اخر 2017. نايس. فبدات اشتغل business English معاهم في منحه. وكان الموضوع بقى فول تايم يوميا الصبح الساعة 9، طلبة لسه متخرجين، فكان برضو سننا قريب جدا من بعض. بدأت أشتغل، فالناس برضو في أميديست بدأوا يحسوا إن أنا بشتغل كويس، الفيدباك جاي كويس الحمد لله. فقالوا لي بعدها احنا تعرفي تشتغلي سوفت سكيلز؟ قلت لهم أعرف. اي نوت في يا جماعة ريفرنسز أذاكرها أو كده؟ قالوا لي طيب يا جماعة المنحة دي هتبدأ إمتى؟ هتبدأ بعد يومين. طب ابعتوا لي بقى الحاجة بسرعة عشان ألحق أذاكر. فأنا كنت بقعد أذاكر، أدور على فيديوز، أدور على activities تتعمل عشان أبقى في application للحاجة اللي بتحصل. فكان اللي هو التفل لسه ما بقالوش كتير، ولسه بدأ يعني أجرب كده تدريس في حاجات مختلفة. وبدأت أطبق السوفت سكيلز إن أنا أدرب ناس عليها. وكان في النهاية بقى، في نهاية الموضوع كله، كان في بروجكت هم بيسلموه وبناء عليه ممكن ياخدوا funding عشان يطبقوا المشروع ده أو ينفذوه. فكان الموضوع تشالنج لطيف جدا. كنت ممكن بشتغل فيه زيادة شوية. لو احنا بنخلص شغلنا الساعة 3 ممكن أكمل مع الناس اللي بيحضروا التريننج ده، إن احنا نكمل شغل على البروجكتس، أو إن هم ينزلوا يعملوا بقى ماركت ريسيرش والحاجات دي كلها لحد ما نوصل في الآخر إن هم عملوا البرزنتيشن بتاعهم. فكان الموضوع كان يستحق. يعني دي من التجارب اللي فعلا غيرت كتير قوي فيا كتيتشر وكشخص، والله الاثنين. فكانت الفكره ان انا ما بقولش لا. يعني انا حد مثلا قال لي احنا في مكان بيدي كورسز لبري سكولرز، فيا جماعه بيعملوا ايه؟ ففي سيستم اسمه مونتسوري، فهتدخلي هتعلميهم بشكل كاردز وهتعملي كذا والاكتيفيتيز كذا وكذا. اوكي يلا تمام نجرب. فاشتغلت مع اطفال من سنه مثلا 1.5 سنة لحد 5 سنين. جربت التجربه دي مش لفتره طويله، ولكن جربت ده فتره. بعدها مثلا young learners، اوكي نجرب. أكاديمية أونلاين مثلا، منهج مصري وكونكت بلس وكده، واي نوت يلا. فكان ده اللي حصل، ان انا عايزه اتعلم كتير قوي، teenagers وهكذا. فدي كانت فرصه حلوه ان انا يعني عايزه، انا من كتر ما انا excited قوي للتيتشنج وباشنت، فكنت حاسه ان انا عايزه اتعلم كل حاجه، عايزه اعرف كل حاجه. فده كان الموتيف في الاول. طبعا معاها بقى الايلتس، التوفل، الحاجات دي. كنت برضو كنت ماشيه بسيستم انه مش بدور على حاجه انا ببقى عارفه اسمها في الاول، انا مش بدرسها لسه، وبعدين يجي حد يقول لي انا عايزك تديني كورس كذا، او احنا محتاجينك معانا في كورس كذا. طيب تمام، ادوني بس كام يوم اذاكر الموضوع، افهم كل الحاجات دي، وبعدين ابدا ادرسه. لو انا اوريدي خلاص يعني لما خدت التافل انا معايا التكنيكس اللي انا محتاجاها، باقي بس الماده العلميه، والماده العلميه هنذاكرها وخلاص. الموضوع بسيط يعني. في مسؤوليه كبيره، ولكن كل حاجه بالاجتهاد والمذاكره بتنفع عادي. فده كان يمكن عشان كده
يعتبر، او انا من وجهة نظري حاسه ان انا اختزلت سنين كتير في وقت صغير. كنت workaholic قوي وقتها، بس حاسه ان ده فرق معايا كتير، علمني كتير قوي. نايس جدا. طب البدايه بقى مع التافل بقى، مهم. يعني عايز اعرف اكتر ازاي دخلت في التيتشر تريننج. انا يعني ممكن من لو رجعنا مثلا تقريبا 7 أو 8 سنين ممكن نقول ايه ده الشخص المشتت دوت، مهم. ده كونكت بلس، بعد كده ايلتس، بعد كده مش عارف حاجات كتيره جدا ومختلفه جدا، واحيانا بعضها متناقض. اه فاللي هو ايه بقى اللي وداكي في سكه التافل نقطة التيتشر تريننج او تيتشر تريننج بشكل عام يعني؟ من البداية. يس. اوكي. انا بس بدايتها اي ثينك كانت تافل. بالظبط. طبعا. اه. التفل يعني فكرة ان انا بتعلم حاجة انا كنت عايزة اتعلم عنها من زمان، فمن كتر ما انا passionate، عارف لما يحصل معاك حاجة فتروح تحكيها لحد، مم. فكنت كل حاجة بتعلمها بروح اشرحها لحد. فصدفت اكتر من مرة ان انا ممكن اكون بشرح لحد مثلا في مكتبة او في مكان مفتوح او كلام من ده، وحد مثلا تيجي تقولي مثلا على فكرة انا تيتشر، طب ينفع مثلا اكلمك اسألك في كام حاجة؟ فاوكي يلا تمام. فبدأ ده يحصل بشكل informal شوية، بشكل friendly، انه اي حد بيحتاج يسألني في حاجة اوكي بجاوب. وان انا على طول بجرب حاجات كتير، فده خلى الناس لما حد يبقى عايز يسأل في حاجة، احنا تقريبا سمعنا ان آية عملت كذا، طب نسألها. فبدأ ده يحصل. بعد كده كنت بحضر كورس، وعارف انت الدiscussion اللي بتتعمل في الاول انه جماعه what do you think about this lesson، اللي هو الدرس بتاع زميلكم او زميلتكم، ايه رايكم فيه او كذا. فجيت قلت والله يعني لو تسمحوا لي، انا شفت ان حصل كذا وكذا وكذا كويس، وممكن النقطه دي كانت تتظبط شويه. فالتيوتر اللي كان في الكورس قال this is your feedback خلاص. يعني وانا عادي بندسكاس عادي، فانا كفرت تقريبا معظم النقط اللي كانت مهمه في الدرس. فمن هنا جه الاوفر انه طب ليه ما تجربيش تبقي تيتشر ترينر او كده. فبدات من هنا. بس كان الموضوع بالنسبه لي في الاول فكره ان انا مبسوطه باللي انا بتعلمه قوي، وعايزه اشاركه. كل ما اتعلم حاجه جديده بروح احكيها لحد او اروح اشرحها لحد. بس فده كان الفكره كلها. بعد كده لما بدات اقرا شويه اكتر، عارف كان في فتره كده بتاعت، ولسه كل فتره بيحصل الترند ده اللي هو انت متخصص ولا مش متخصص، انت خريج ايه، انت لازم تكون خريج كذا او كذا بس. فكان في شويه في دافع، يمكن مش من جوايا قوي، فكره انه انا حاسه ان انا محتاجه accreditation قوي، او محتاجه certificate قويه احس ان انا لا خلاص يا جماعه بقى، يعني انا دارسه فعلا او انا متخصصه فعلا. فده كان في الاول شويه ان انا حابه ان انا اعمل teacher training، بس هو انا دارسه ايه اصلا عشان اعمل ده، او انا ايه الباك جراوند بتاعتي اللي تسمح لي ان انا اعمل ده، او ان انا فعلا ابقى بفيد الناس. زي ما قلت لك انا ما بحبش اعمل حاجه مش صح، فانا هتعلم الاول وبعدين اعمل كل حاجه. فمن هنا بدات بقى ادور على اوكي طيب انا فاهمه teacher training، بدات اعمل teacher training، بدات ادي webinars، input sessions. بدات مثلا زمايلي بقى احنا بنشتغل مع بعض، فمثلا حد يقول لي تعالي احضري معايا الكورس وقولي لي رايك، والعكس وهكذا. فبدات احس ان اوكي انا حاسه ان انا ده عارف في فروقات كده، في ساعات حاجات بتعملها تحسها سهله، وفي حاجات بتاخد منك مجهود. التيتشر تريننج بالحاجات اللي انا ما حسيتهاش بالنسبه لي بتاخد مجهود، يعني بالنسبه لي كان اسهل من حاجات تانية كتير. it was natural، لو انا حاسه ان انا مرتاحه وانا بعمل ده، حاسه ان انا مستمتعه جدا بالشغل ده، مش حاسه ان انا بشتغل. فجت من هنا، فبدات اشوف اوكي طيب هندرس ايه الحاجه اللي عليها الدور. خلاص كده يعني بقيت بعمل كذا وكذا وكذا، دي الكورسات اللي انا خدتها. خلصت train the trainer، شويه كورسات تانية education management من كامبريدج. فذاكرت شويه حاجات، دخلت شويه في OET اللي هو occupational English test بتاع medical professions. فذاكرت شويه حاجات، فاللي هو اوكي انا حاسه ان انا هو انت ما ذاكرتوش ايه. هو انت ايه اللي ما ذاكرتوش؟ اصل انا مستغرب، اصل انا كل حاجه تقريبا انا يعني الايلتس الاو اي تي والاو اي تي، وفي عندنا كمان اللي هو احنا بنتكلم في حتى الداب تيسل، احنا بنتكلم في ايه اللي فلت منك ايه؟ هي الفكره انه ليه لا. مم. يعني الكونسبت دايما مثلا انا باجي اعمل حاجه بسال نفسي سؤالين مهمين: ليه وليه لا. ايه الحاجه اللي تمنعني؟ طب ليه؟ ايه الهدف منها؟ بالنسبه لي اهم حاجه بالنسبه لي، غير بس النتائج اللي انا هحققها بعد، انه ليه اهم حاجه ان السبب اللي انا بعمل ده عشانه هو حاجه انا عايزه احققها، او مبدا من مبادئي، مش
السوشيال ميديا او ان الناس كلها بتعمل ده فانا هعمله. لا، انا بعمل الحاجه لما احس ان انا حاسه ان ده الخطوه المناسبه دلوقتي بالنسبه لي، فانا هسعى فيها وربنا يسهل. فكان احساس اللي هو ليه لا، اللي هو انت بسهوله جدا ماسك الموبايل جوجل قبل تشات جي بي تي، فجوجل دورنا على المعلومه خلاص شكرا عرفناها. ففكره فعلا ليه لا، اللي هو طالما متاح ان انا اعرف المعلومه او على الاقل اعرف عنها، حتى لو مش اكيد انا مش ملمه 100% بكل الحاجات دي. في حاجات منها انا متمكنه جدا، في حاجات عارفاها كويس، في حاجات عارفاها بشكل سطحي which is good enough for me. يعني مش حاسه ان انا محتاجه ابقى عارفه كل حاجه، مش حد فينا يبقى ملم بالعلم كله، بس طالما في فرصه ان انا استغل وقتي بشكل كويس خلاص يبقى انا الافضل ان انا استغله في حاجه كويسه، اقرا سواء حتى لو هقرا عن حاجه تانية مختلفه. يعني معظم وقتي ممكن اكون بقضيه في اني بتفرج على بودكاست على تايم مانجمنت او being disciplined او الحتت دي، لان انا شايفه انها بتفرق برضو في التعلم او في التعليم كمان. فهي الفكره ليه لا، ليه لا ده السؤال اللي دايما بساله لنفسي. فوقتها يعني لما دخلت في نقطه التيتشر تريننج، ودي نقطه مهمه قوي، ان انا كتيتشر ترينر هيجي لي تيتشرز من مختلف الباك جراوندز، منهم اللي بيدرس في مدرسه عاديه، منهم اللي بيدرس في مدرسه انترناشونال، مدرسه برايفت، منهم اللي بيدرس في سنترز، منهم اللي لسه ما درسش خالص ولسه مش عارف هيبدا ازاي. فكل واحد من دول، ومنهم اللي عنده خبره كبيره ومنهم اللي لا لسه في الاول، فكل حد من دول اسئلته هتختلف عن التاني. وانا لو ما جربتش كل الكونتكست المختلفه دي، طب انا هجاوب اسئلتهم ازاي؟ يعني انا هقدر ارد عليه؟ يعني مثلا لما يقولي انا في الكلاس بتاعي بدرس جريد 2 والدرس الفلاني فيه كذا، اقول له فاكره انا الدرس ده ممكن تعمل كذا كذا، وكان عندي هاند اوت كذا هبعتها لك. نايس. فحاسه انه ان انا اكون تيتشر ترينر دي برضو مسؤوليه كبيره قوي، خاصه انك ما تقدرش تعمل فلتر وتقول يا جماعه اللي هيدخلوا الكورس ده بس اللي عايزين يدرسوا في سنترز. لا، اللي عايز يبقى مدرس في العموم. ولازم انا مسؤوليتي بقى ان انا طول الوقت كل ما تيجي قدامي فرصه ان انا اتعلم كونتكست مختلف اتعلمه عشان اقدر انقل لهم الخبره دي او اجاوب عن اسئلتهم. فبعد ما حسيت ان انا حصلت شويه معلومات كويسه في مجالات في كونتكست مختلفه، طب ايه اللي باقي ان انا يبقى عندي depth of knowledge، المعلومه قويه قرات عنها كتير وهكذا. فبدات ادور على الدلتا. فبدات الدلتا، يعني بدات اذاكر للدلتا وانا في 2018، وبعدين خلاص جاهزه ان انا امتحن وكل حاجه، كوفيد، فكل الامتحانات اتكنسلت طبعا. ثانية بس، انت بدأتي في 2008 يعني تقريبا قعدت اكتر من سنة لسنة ونص بس بتذاكري الدلتا قبل ما تخشي الاكزام او تمشي في البروسس؟ مش بشكل كامل لان طبعا كنت بشتغل. فبس بدأت مثلا يلا نجيب الليست، الريدنج ليست بتاعت الدلتا. طب نبدأ بقى نقرأ، نطبع كتب، طب هنبدأ نقرأ الكتب، الكتاب ده هنبدأ نقسمه بشكل فلاني وهكذا. بس ما كانش الموضوع بشكل فول تايم، يعني أنا مش قاعدة متفرغة. this was something on the side. يعني الأساسي بتاعي إن أنا بشتغل كتير جدا كل الحاجات دي، وجنبها كل ما يبقى في وقت في أي حتة زي ما قلت لك الإي ريدر، وأقعد أقرأ شوية في الحاجة اللي أنا عايزة أتعلم عنها. بس ما كانش الهدف ان انا هعمل او هخلص الدلتا دلوقتي. كان الموضوع اكتر ان انا عايزه اقرا المحتوى بتاع الدلتا. فلما جه الوقت وقلت طيب خلاص يلا جهز بقى الامتحان، فكان كوفيد فكل الامتحانات اتكنسلت. فقعدت شويه الوضع مش مستقر، يعني همتحن امتى؟ فقلت طب خلاص، طب في ايه بدل الدلتا؟ اللي هو هي الفكره ان الشخص يبقى برضو ما بيهداش، اللي هو طب دي ما نفعتش، طب نجرب ده. ممكن يعني كان في حد سمى دي هي اسمها البنسل مايند سيت، انه انا عندي ماشي انا عايز احقق هدف معين، بس مش لازم احقق الهدف ده بالشكل ده، ممكن احققه بطريقه تانية. انا حطيت البلان ان انا دلتا ودي اللي انا هخلصها وهكذا، ولكن الظروف كانت مختلفه، مش هينفع اخد دلتا دلوقتي. طب ايه البديل اللي متاح؟ مثلا ان انا ادرسه اونلاين، فكان الدبتيسل. نايس. انت اصلا الاوبجيكتيف بتاعك ما كانش فكره الدلتا نفسها، انت كنت بتتعاملي مع الدلتا ان هي وسيله، وانت عندك اوبجيكتيف اي ثينك ان هو to be teacher trainer، صح كده؟ تحديدا سلتا تيوتر. يعني في 2018 قلت انا عايزه ابقى سلتا تيوتر. فسلتا تيوتر ايه الكواليفيكيشنز؟ فكان الكواليفيكيشنز الموجوده اما دلتا او اما دبتيسل. طبعا عشان الترند غالبيته ناحيه الدلتا، لانها
يعني معروفه قوي هنا في مصر. بس انا اسف على المقاطعه، بس انا اي ريسبكت العقليه بتاعت ان انا عندي اوبجيكتيف معين عايز اوصل له، يمين شمال دبتيس الاسوا. خد بالك ده ريسك. يعني مثلا في ناس كتيره جدا ممكن تقول لهم انا معايا دبتيس، لك يعني ايه دبتيس؟ بالظبط. ده اللي هو يعني انت معاك دلتا؟ لا مش معايا دلتا، معايا دبتيس. فذاتس ريسبكتد، انت اصلا خدت الريسك ان انت تتحركي في حاجه زي كده، فمعاك كمل. هي البوينت المهمه في الجزئيه دي انه انا بعمل ده ليا، مش عشان الناس يقولوا آية معاها دلتا. يعني انا حتى لو بصيت على مثلا على السوشيال ميديا بتاعتي، انا مش كاتبه خالص ان انا معايا دلتا ولا دبتيسل. مش كاتبه اي حاجه ايه. لو انا عايز اقول لك، لو ايه ده يعني ان شاء الله عندك اكسبيرينس محترمه جدا، الكلام ده مش واضح خالص على السوشيال ميديا، يعني حتى مستغرب بصراحه. هي الفكره ان انا يعني، ودي من الحاجات اللي علمتني قوي الديسيبلين، انه كل الحاجات اللي فاتت كانت سبرنتس، اللي هو كورس التفل قد ايه يعني 2.5 3 مثلا بعده train the trainer اسبوع، الكورسات التانية مثلا مدتها 2 3 وهكذا. انما الدبتيسل لا، احنا بنتكلم في 1.5 2 سنين. ففكرة انك تقعد 1.5 2 بتذاكر، بتشتغل، بتحضر كل حاجة، بتعمل كل الحاجات دي، ومش بتقول انك مشغول في كذا، ومش بتحتفل بالانجازات الصغيرة اللي جواه. it was like a marathon، اللي هو انا في سباق طويل كده. فكرة ان انا كنت ابقى disciplined، مش منتظرة ان انا احتفل. انا مش بعمل حاجة عشان احتفل دلوقتي. يعني في البوينت دي من حياتي كنت انا عايزة اتعلم فعلا. اكيد فرحت بانجاز، لان الحمد لله كان انجاز كويس جدا. بس كان الهدف في الاول وفي الاخر ان انا اتعلم، وان انا احقق الاوبجكتيف اللي بعده. يعني ممكن ما احتفلتش بالدبتيسل، بس احتفلت الحمد لله لما خلصت التريننج بتاعي كسلتا تيوتر. نايس. بصي واضح من عقليتك ما شاء الله انت حد اصلا جول اورينتد. انا عندي جول معين، ده اللي هتحرك عليه يمين شمال، انا ماشي على الجول بتاعي. بس هل القرار بتاع ان انا بدل ما انا اخد الدلتا اللي الناس كلها عارفاها، اللي في اوساط ناس كتيره هتديني الريسبكت وهتديني كمان الاوبورتيونيتيز، وشفت على الدبتيسل، ده كان قرار صعب، كان قرار سهل ولا صعب؟ وازاي خدت القرار دوت؟ اوكي، هو كان قرار صعب نسبيا ومتهور نسبيا. ماشي. لان انا كنت يعني الدلتا احنا خلاص بقى، اللي هو انا عارفه كل حاجه عنها، عارفه بالظبط انا ايه المتوقع مني وايه المتوقع اصلا في التجربه كلها. بس بالنسبه للدبتيسل، انا بدات لما خدت القرار بدات اقرا بقى عن الدبتيسل. اللي هو انا قررت خلاص، يعني القرار كده كده خدته خلاص، انا هعمل كذا. طيب ايه بقى الموضوع؟ لقيت ان في فوكس اكتر على الفونولوجي، وده كان من اسباب القرار. انه انا حاسه ان انا عايزه اشتغل اكتر على الجزئيه دي. دايما التيتشرز بيجوا عند الحته دي يبقوا مهزوزين شويه، اللي هو انا ممكن اعمل دريلينج بس ان انا اشرح بقى فونولوجي في النص في وسط الانتجريتد في اللسن، مش كل الناس بتلاقي ان دي حاجه مريحه. ولكن الدبتيسل لا، في فوكس كبير على الجزئيه دي. فكان يعني ده السبب في التغيير، اللي هو it was online، متاح ان انا اعمله. نفس الكواليفيكيشن. في حته ان هو الريسبكت، ان انت معاكي دلتا او معاكي دبتيسل، دي ما كنتش بدور عليها. الاوبورتونيتيز هي نفس الاوبورتونيتيز، فانا اللي كنت بدور عليه مش الريسبكت على قد ما هي الاوبورتونيتي نفسها. فالحمد لله يعني انا وانس ما خلصت الدبتيسل كان الاوبجكتيف بتاعي ان انا اشتغل كسالتا تيوتر، وده الحمد لله اتحقق. فكان التغيير ليه اسباب كتير، اهمها كان فكره انه it's kind of off the beaten path، اللي هو كل الناس رايحين كده، طب ما انا اجرب ده، يعني اجرب حاجه مختلفه شويه. ايه يعني السؤال التاني غير why not؟ ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ Do you know that's my favorite question؟ بالظبط. انا دايما لما باجي اخش على اي قرار صعب بسأل نفسي نفس السؤال دوت، اخرها ايه؟ بالظبط. بس that's really hard. I know sometimes يعني taking such a decision is not easy. فيعني that's really respected. بما انك بقى واضح ان انت حد ريسك تيكر شويه، فيعني انا عايز اعرف اكتر. مثلا انت بالنسبه لك اكيد بالنسبه لك واجهتك صعوبات كتيره في حياتك. فاكره يوم معين اليوم دوت فجاه كده الدنيا ضربت في وشك ضربه صعبه قوي، وانت ازاي تعاملتي مع الموقف دوت؟ اوكي، هو كان في يعني اكيد ايام كتير بالشكل ده، بس ممكن اكتر حاجه اكون فاكراها كانت قريبه قوي.
كان كنت شغاله سلطه بارت تايم وفول تايم في نفس الوقت. فشغاله كورسين سلطه، فكان الموضوع ستريسفول بشكل رهيب. فجيت في يوم كده اللي هو انا مش عايزه اعمل ده تاني خلاص، يعني اللي هو انا محتاجه بريك. فده كان اليوم اللي فعلا حسيت ان انا why am I doing this، اللي هو يعني why بقى هنا، يعني why. طب الدبتيس والحاجات اللي احنا ذكرناها ديت، وصلت لحته خلاص اللي هو يعني في بقى burn out بقى خلاص، اللي هو ما عدتش عايزه اكمل، حاسه ان انا محتاجه بريك. فاديت لنفسي بريك صغير، يعني في وسط كل ثانيه يعني انت وقفتي الكورس يعني؟ لا خالص. أوكي. بس بريك في خلال اليوم. احنا مثلا عشان كان الكورس بره مصر كان في فرق توقيت، فقلت طيب ممكن اعمل ايه الصبح، لان بالليل خلاص يعني هو اليوم انت عارف السلطه مثلا 9 ساعات خلال اليوم، وطبعا الكانديديتس كده بالنسبه لهم هيبداوا يحضروا شغلهم وكده، وابدا انا بعمل البيبر ورك بتاعي، فكده كده اليوم بالنسبه لي منتهي يعني. فطب الصبح طيب احاول اعمل اي حاجه ان انا يعني اخرج فيها الطاقه دي، بدل ما انا مضغوطه او حاسه ان انا ستريسد او مش عايزه اكمل. فبدات من هنا، قلت خلاص طيب في وسط كل الكلام ده انا هنزل تمرين سباحه. فاللي هو المنطقي انك تقول انا عندي حاجات كتير قوي فمش هزود. فانا حسيت ان لا، طب ما احنا نجرب حاجه مختلفه، وانا زي ما قلت ريسك تيكر شويه، فقلت طب خلاص هجرب كده، ونزلت تمرين السباحه في وسط كل ده. يعني كنت بخلص التمرين وارجع ابدا الشغل. ده مش مره، ده هو خلاص انا هنزل اتمرن سباحه كل يوم. اوكي. فانا هنزل كل يوم. فده اللي حصل فعلا، وفرق معايا جدا. طب دي الطريقه اصلا بتاعتك ان انت how you deal with burnout؟ عشان that's a very hard question, like how do you handle burnouts؟ اوكي، في الوقت ده اوقات بيبقى عندك رفاهيه انك تاخد بريك. انا في الوقت ده ما كانش عندي الرفاهيه دي، لان انا كملت خلاص، انا ملتزمه مع الناس اللي انا بشتغل معاهم انه احنا كورس السلطه انا ده الجزء بتاعي هشتغله، وفي كورس سلطه تاني شغال، فمش هينفع اجي فجاه اقول لهم يا جماعه انا تعبت خلاص مش هكمل. فكان لازم ادخل حاجه صغيره بس يبقى فيها شيء من الترفيه في النص، او حاجه اجرب حاجه مختلفه. بس مجرد ما الاكسبيرينس دي خلصت، لا اديت لنفسي اجازه طويله شويه. فيعني اديت لنفسي تقريبا 6 شهور. بس مش كتير قوي. I needed it، لان انا لو جيت تبص على الموضوع هتلاقي ان انا من 2008 يعني من اول ما بدات التدريس وانا على طول بدرس حاجات مختلفه، حاجات كتير على طول بشتغل، وعلى طول جنب ما انا بشتغل بذاكر وبحضر كورسات. وبعدين لما دخلت في الدبتيسل، فالدبتيسل مثلا بدأته في 2021. وبعدين مجرد ما خلصته بدأت السلطة تريننج، ان انا بقى سلطة تيوتر، وكنت في نفس الوقت بدأ البيزنس بتاعي. فكل ده مع بعض، فخلصت التريننج بتاعي كسلطة تيوتر. مثلا خلصت التريننج يوم 29، يوم 5 الشهر اللي بعده كنت بدأت كورس. ومن وقتها وانا شغاله بشكل مستمر. فلما جيت ابص على ده لقيت ان انا بقالي سنين ما خدتش بريك. يعني اقل حاجه انا قلت 6 شهور. الناس حواليا قالوا لي ده طويل، ده كتير قوي 6 شهور. فقلت لهم هنشوف. فبدات اللي هو عايزه استمتع بقى برتم الحياه الهادي، اللي هو مش على طول. طبعا انت لما بتبدا تشتغل بفروقات التوقيت بحاجات كتير، فبتبدا انه طول الوقت باصص في الساعه، طول الوقت لسه دقيقه لسه دقيقتين فرق التوقيت، طب الساعه اتغيرت. فنوع من انواع الاسترس، انت طول الوقت مخك شغال حتى وانت مش بتشتغل. فجيت في الوقت ده اللي هو لا انا هاخد بريك. فشهر عدى، كل اللي حواليا اكيد زهقتي، لا لسه. فشهر كمان، لا لسه. وبعدين شهر ثالث، طب نروح عمره بقى. فبدات الموضوع ادخل حته ان انا لا يعني اخد بريك بس فعلا. انا عندي سؤال، ده كان بريك ريل بريك ولا انت بالنسبه لك كنت قاعده بتذاكري؟ It was a real break. نايس. حتى لما ذاكرت في اوقات بسيطه قوي فيه كنت مستمتعه باللي انا بعمله. يعني مش بذاكر عشان احقق، يعني بقى ده المره دي ما كنتش يعني goal oriented. انا بعمل ده عشان بحاول استغل وقتي بس بشكل كويس. ما كانش بقى حتى كمان شكل المذاكره اللي هو مثلا حد عامل ويبينار، مثلا في ارتكل جت قدامي فقراتها بالشكل ده، بس مش بشكل بقى سيستماتيك ان انا من الساعه كذا للساعه كذا هذاكر او الكلام من ده. وكان في فتره يعني لما ضغطت نفسي جدا في الشغل كانت اولوياتي فيها مش مظبوطه برضو.
يعني اولوياتي الشغل على طول على طول طول الوقت، مذاكره، كلام من ده. طيب انا كاولويه ليا انا ايه الاولويه؟ فبدات شويه اركز، طيب هل انا صحتي كويسه؟ طيب هل انا مبسوطه بده؟ فبدات اذاكر شويه في الحته دي، انه ازاي يبقى مثلا اللايف ستايل بتاعي عامه healthy على اصعده كتير. يعني ما بقاش مضغوطه، ما بقاش متوتره، ما بقاش طول الوقت باصه على الوقت، او انا اتاخرت او كلام من ده. فكره ان انا make time، يعني كان ممكن قبل كده ان انا compromise، ان انا عندي حاجه انا عايزه اعملها لنفسي، بس اقول لا انا هقعد احسن ان انا احضر لده عشان اعمله. دلوقتي لا، يعني البريك ده ساعدني قوي في فكره ان انا لا، في priorities تانية، او انا محتاجه ان انا هننزل التمرين الاول، يعني انا هبدا اليوم عندي حاجات لسته كده بتاعت حاجات بتاعتي انا محتاجه اعملها. بعد ما عملتها هنشتغل ايه؟ خلصت الشغل والالتزامات اللي عندي، ممكن بقى لو في وقت اذاكر. فكره الفاميلي تايم، فكره ان انا كان ممكن ابقى شغاله من البيت اليوم كله وما جاليش وقت، ما كانش عندي وقت خالص ان انا اقعد مع اهلي. ف مش ده شكل الحياه اكيد اللي انا عايزاه. فكانت لا، كانت واقفه مع النفس، اللي هو وقفت شويه انا عايزه ايه. وكمان بعد خطوه كبيره، دايما لما تبقى شاغل نفسك بحاجات كتير بتيجي عند نقطه اللي هو انا حققت، يعني كانت الباكت ليست بتاعتي اكبر حاجه فيها وقتها كانت ان انا ابقى سالته تيوتر. فلما بتخلص ده، بتخلص الهدف الكبير قوي ده، اكيد بتبقى فرحان. بس لو انت على طول اكتف هتحس اللي هو ايه واتس نيكست، هعمل ايه بعدها؟ فانا بدل ما اقول واتس نيكست قلت ايه، لا بريك، وبعدين اقرر. انا مش مستعجله على حاجه. فبحاول من وقتها ان انا اخلي الريتم بتاع الحياه ابطا شويه، انه بالراحه خلاص الاتشيفمنت عملته، فالحمد لله استحق ان انا اخد بريك. فبس ده كان الفكره كلها. والبريك في وسطه اتعلمت انا حاجات كتير قوي ملهاش دعوه بالتيتشنج قد ما ليها دعوه بيا انا. طب بعد البريك ايه اهم الاوتكمز اللي طلعت منها من البريك دوت؟ اول حاجه فكره ان الواحد يوصل انه يبقى burnt out، دي ما بتحصلش فجاه. اللي بيحصل انه بيبقى تراكمات كتير 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 شغالين بالشكل ده، ضغط ضغط ضغط، وبعدين فجاه بتلاقي نفسك توصل لحته هو انا كنت بحب التدريس قوي، هو انا ليه مش عايزه ادخل الكلاس، هو انا ليه مش عايزه اعمل ده، او ليه الموضوع بياخد مني مجهود عشان ابدا اعمل الحاجه. فالحل اللي لقيته مثالي للوضع ده كله، انه ما ينفعش اليوم يعدي من غير شويه ترفيه، من غير شويه رياضه، من غير ما اقضي شويه وقت. يعني ممكن ربع ساعه، 10 دقايق، نص ساعه، ساعه، حاجات بسيطه قوي. يعني انت فيل ساتيسفايد بالست شهور اللي انت خدتيهم جدا بريك؟ جدا. طب انت بتخططي مثلا، شايفه ان ديت حاجه ممكن تكرريها تاني؟ اكيد. ولا انت شايفه ان انا احافظ على حاجه اكتر، مثلا مذاكره اقل شويه، رضا اكتر شويه، التوازن دوت هيخليني ما اقعش في المشكله بتاعت البيرن اوت؟ ولا انت شايفه اصلا البيرن اوت ده حاجه عاديه، ده الطبيعي اصلا المفروض يحصل؟ طبيعي طبيعي، مع كل، يعني هو نتيجه منطقيه لباترن معين في التعامل. فعشان كده بشكل يومي لا لازم اعمل حاجه. ممكن تبقى حاجه صغيره جدا. يعني انا ساعات مثلا اخلص الكورس، وانا في الكورس اصلا عامله حسابي ان انا الساعه كذا هخلص هنزل اتمشى، اللي هو انا مرتبه دماغي كده، فباخد المكافاه فورا. اللي هو مجرد ما خلصت انا عارفه ان في مكافاه، مجرد ما خلصت قمت قعدت شويه مع اهلي، وهكذا. او قمت عملت حاجه بحبها قبلها، ممكن اكون عملت ده. ممكن اصلا فكره ان الكلاس ان انا حضرت له كويس جدا والسيشن طلعت حلوه قوي، ده بالنسبه لي خلاص I'm satisfied. ف ماشي، مفيش burn out الحمد لله دلوقتي، بس هل انا بخطط لبريك تاني؟ اكيد. خلاص يعني الموضوع لازم دي حاجه تحصل بشكل متكرر. والحاجه التانية انه why not. عندي بقى سؤال، ايه الجول بالنسبه لك الرئيسي دلوقتي بعد ما انت خدت الداب تيسل واللي هو موازي للدلتا؟ ايه النكست جول بالنسبه لك؟ اوكي، يعني حاليا انا بحضر كورسز مختلفه في حاجات مختلفه، يعني شويه في المانجمنت، شويه في الكواليتي مانجمنت، شويه في AI وهكذا. حاسه ان انا اتعلمت قدر كويس جدا الحمد لله في جزئيه، فمحتاجه شويه حاجات تانية معاها. عشان انا كمان يعني بقدم كورسز في حاجه زي مثلا الكواليتي، بالنسبه لي مهمه دلوقتي. ان انا
محتاجه اركز في الكواليتي بتاعت الحاجات اللي انا بقدمها، او ان انا ابقى الموضوع عندي ماشي بشكل سيستماتيك اكتر. فمديه لنفسي زي سنه بريك بس مش بريك خالص، سنه اوكي. بريك بمعنى انه مش باخد كورسات كبيره، يعني مش بدخل ماراثونز، كلها سبرنتس، كورسات صغيره اتعلم منها حاجات معينه بحيث ان انا اكمل. بس مش ما عنديش خطه حاليا لقرار كبير. يعني الحمد لله محتاجه بريك بس شويه من حته القرارات الكبيره، لان اي قرار دلوقتي هدخله التزامه مش هيكون اقل من 2 أو 3. يعني لو انا بتكلم مثلا في MA هياخد مني 2 على الاقل. بعدها ان شاء الله لو ربنا اراد يعني هيكون في PhD، فبرضه احنا بنتكلم مش اقل من 3 سنين. فقبل ما ادخل commitment بالحجم ده لازم ابقى معايا الواي والوات والهاو بشكل واضح. بصي خلينا متفقين مع بعض، انت بالك انت خدتي العشرينات كلها بتجري. بالظبط. ليه حاسه دلوقتي مثلا انك عايزه مثلا يعني الطبيعي بتاع نفس الشخص اللي هو ماشي بالعقليه ديت ان هو ما بيعرفش يوقف، فاللي هو مثلا مش شايف ان انا لا ده انا عايز اخد الام اي بعد كده اخد البي اتش دي عشان انا بقى عملت المايلستونز الكبيره ديت وانا لسه صغير في السن والكلام دوت. حلو جدا، بس هي الفكرة يعني ممكن يبان الموضوع دارك شوية، بس في كذا نقطة منهم ليه، أو يعني أنا ما بحبش أعمل حاجة من غير objective واضح. فلو أنا هعمل مثلا دلوقتي حالا MA، الobjective بتاعه أكيد إن أنا أتعلم. طب ما أنا ممكن أتعلم من خلال إن أنا أقرأ، فده حاجة يعني ممكن أعمل نفس الحاجة أحققها بس طريقة مختلفة. الحاجة التانية إنه بعد الMA إيه الأوبجكتيف المختلف، لأن أنت توصل لحتة مثلا أنت خلاص بقيت مثلا سيلتا تيوتر كجوب ديسكريبشن إنك وصلت للجزئية دي، فالMA هيضيف أكيد، بس كجوب ديسكريبشن هيضيف قد إيه ممكن ما يبقاش كتير قوي. فقبل ما أدخل على الخطوة دي لازم يكون عندي أسباب قوية جدا لهذا الشكل من الالتزام، لأن طبعا ده هيتطلب تضحيات كتير معاه. إنه ممكن أحتاج إنه يبقى هقلل حاجة، إما هقلل وقت الشغل أو هقلل الوقت اللي بقضيه مع الناس اللي بحبهم، وده ما عادش اوبشن قوي بالنسبة لي. اللي هو يمكن حاجة ما بسمحش لنفسي إن أنا أعملها، إن أنا مش هكمبرومايز في الأساسيات بتاعة الحياة، إن أنا الوقت اللي أنا بخلي بالي فيه من صحتي، أو بقضي فيه وقت مع أهلي، أو بستمتع بيه، أو أي حاجة من الحاجات دي اللي هي أساسيات الحياة. والحاجات اللي غير كده إنه أنا مش بحاول أثبت حاجة، يعني I have nothing to prove. مش مستنية مثلا الناس أو حد يقول دي معاها كذا وكذا وكذا. عشان كده قلت لك أنا ما كنتش مهتمة أصلا إن أنا أقول يا جماعة أنا خلصت كورس كذا. أو في ناس اللي هو لما أنا قلت أنا بقيت سلطة تيوتر فبعتولي في ناس قالوا congratulations على أساس إن أنا أخدت سلطة. في ناس قالوا كده، وفي ناس قالوا لي هو ينفع من غير دلتا؟ فاللي هو لا يا جماعة والله أنا ذاكرت وخلصت خلاص، بس يعني ده بس أنا ما قلتش. كان فكرة برضو إنك ان انا طول الوقت بحاول انا هبقى disciplined من غير ما اخد تشجيع، من غير ما كل شويه اقول يا جماعه انا ادعوا لي بعمل كذا او انا بذاكر في كذا لا انا هفوكس، هقعد اذاكر وهعمل اللي ورايا، ومش يعني كان الموضوع فيه حته شويه تشالنج ان انا I'm doing this for me، مش عشان ان انا اشوف ولا اي حاجه من الحاجات دي. فده كان الهدف. الحاجه بقى الاخيره انه هي في الاول وفي الاخر الحياه كلها عباره عن رحله. دي ممكن تبان دارك شويه زي ما قلت، الحياه كلها عباره عن رحله، فاكيد الرحله ممكن تنتهي واحنا بنعمل حاجات ما خلصتش. فانا مش مستعجله على حاجه، يعني كل حاجه هتحصل في الوقت المناسب وهتلاقي ظروفها مترتبه ومتهيئه. يعني انا ما كنتش اعرف في 2018 ان انا هعمل دبتيسل، وكنت ماشيه كل ده شغاله عشان الدلتا، سبحان الله الدنيا ترتبت باني في الاخر عملت الدبتيسل، وفي الاخر الاوبجكتيف اتحقق الحمد لله. ف ده بيخليني شويه لما ابص اللي هو ايه what's meant to happen is meant to happen. خلاص اللي هيحصل هيحصل. انا كل اللي انا الدور بتاعي ان انا بعمل اقصى ما عندي في حدود طاقتي ووقتي وامكانياتي والحاجات دي كلها، بس ما عادش في فكره البريشر او I can do it yes بس do I have to. كل مره لو انا اعرف اعمل MA واعرف ابداه على طول، بس هل انا محتاجاه دلوقتي؟ هل انا عايزاه دلوقتي؟ هل ده هيسيرف الجولز اللي انا عايزه احققها في حياتي؟ بس ده اللي انا بقف عنده شويه. That's really nice.
ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليكي حد زيك مثلا يعني ادى كورسز لناس كتيره اعمار مختلفه. اي ثينك ان انت قابلتي ناس مميزه جدا. هل في حد قابلتيه غير في عقليتك وساهم في بيلدينج المايند سيت المحترم اللي قدامي ديت؟ كتير مواقف كتير قوي، حاجات كتير قوي. بس عايز شخص معين. شخص معين. اوكي. ممكن في فترة كده يعني في كورس من كورسات يعني حاجة قريبة جدا، كورس من كورسات السلطة. كان في كانديديت من بلد تانية، وطول الوقت كانت الباك جراوند بتاعتها غريبة شوية. فكنت بتكلم عادي اللي هو انت فين او where are you او this is a nice background او كلام من ده. فبدأت شوية تشير ان هي she's in a hospital. ماشي. هي حضرت كورس السلطة كامل تقريبا ما عدا اسبوعين فيه، وهي حرفيا في المستشفى. يعني مش مثلا بتتعب، لا هي مقيمة هناك. فغيرت الباك جراوند مرة، فبسألها ايه الباك جراوند اللي اتغيرت وكذا، فقالت لي بس بدلت بدل السرير خليتهم جابوا لي ترابيزة وقعدت هنا. and she was 18. انت عارف سلطة لازم اقل حاجة 18 سنة. فهي she finished high school ودخلت سلطة على طول. ففكرة ان هي كانت dedicated بالشكل ده. وفي اوقات كنت ممكن اضطر ان انا اتواصل مع her parent. فكان الموضوع شوية that was very inspiring. وما كانتش بصلها خالص ان هي يعني في وقت كنت انا اقترحت ان هي تأجل الكورس. فكنت وقتها بتواصل مع مامتها، فرد مامتها كان ان هي بالعكس ده الوقت اللي هي بتبقى فيه مبسوطة. يعني السلطة اللي كل الناس ممكن يكونوا بيشتكوا منها، لا هي بالنسبة لها ده الوقت اللي هي بتستمتع بيه، وبعد كده ترجع تتعب تاني. يعني هي ده كده الوضع بالنسبة لها. فهي choose your difficult. هي اختارت ان دي هي الحاجة اللي هي عايزة تعملها، بغض النظر بقى عن كل الحاجات التانية. لا هي دي الحاجة اللي هي عايزة تعملها. والحاجة الحلوة في كل ده ان هي ما كانتش بتعملها عشان هي لازم تعملها، وما كانتش بتيجي على نفسها عشان تعملها. هي كانت بتexert effort اكيد، ولكن هي بتعمل الحاجة دي عشان هي حبها وعشان عايز تعملها، وعشان كل ده فهي بتعملها وهي راضية، هي مش متضايقة. وفي نهاية الأمر الحمد لله بقت كويسة، خرجت من المستشفى وعملت الاتشيفمنت. That's really nice. ممكن في وقت تاني حد يبقى الأمور بالنسبة له كلها متاحة. أنا curious أعرف إيه جنسية البنت؟ بلجيم، كانت من بلجيكا. that was a bit challenging برضه لأن her parent was speaking French. a lot of emails and translating and like that was long. بس لا كانت من الناس اللي أنا يعني she was 18 ولا أنا اتعلمت منها كتير. That's really nice. يعني إن شاء الله شايف إن أنت عندك خبرات في حاجات مختلفة مع جنسيات مختلفة. يعني مش كنا بنتكلم عن التشاينيز يعني. That's really nice. هل الدب تيسل غير فيك حاجة رئيسية وساعدك فعلا في الكارير بتاعك آخر فترة؟ أو وإيه أهم الحاجات اللي الدب تيسل ساعدك فيها like in a changing your way of teaching, your mindset and so on. اوكي طيب، اول نقطه كانت لو هنتكلم في التيتشنج فهي نقطه الفونولوجي. انه في فوكس كامل على الفونولوجي، على طبعا ادريان اندرهيل كان واحد من التيوترز. وكان سكوت ثورنبري برضو كان قدم لنا سيشن. فكان فكره ان انا بتعلم من الناس دي that was great. مش بشكل اكيد كامل، ولكن يعني كل الناس اللي شغالين في الكورس يعني مش هقول اكيد اقل حد واعلى حد، بس تقريبا كلهم published. ناس عندهم خبرة. حد احنا يعني مثلا ممكن يبقى هو التيوتر بتاعي دلوقتي في السيشن دي، وانا بعدها بكتب paper وبرفرنس هم اللي هو يعني these were the people that I was learning from. فكان الموضوع بالنسبة لي كانت تجربة قوية جدا من ناحية بالذات الفونولوجي، لأن ده كان الفوكس بتاعي وقتها. الحاجة التانية ان تجربة مختلفة تماما عن اي كورس تاني، وكمان من الباك جراوند بتاعتنا في مصر ان احنا ما عندناش حاجة اسمها ريسيرش. يعني انت كطالب عندك هومورك، الهومورك بيتعمل من الكتاب فبس خلاص ده الليمت بتاعك. انما احنا ما عندناش ثقافة في التعليم بتاعنا ان في ريسيرش، انك عندك assignment او عندك paper هتكتبها او الحاجات دي كلها. وكمية القراءة يعني كمية كتب مرعبة. يعني انا في الاول من الاخطاء اللي انا عملتها كان في كتاب كبير جدا قرأته، وعشان
احنا مش متعودين قوي على قرايه الكميات دي، فقرأت وخلاص عادي. بعد شويه لقيتني عايزه اجيب معلومه منه، بس انا ما لخصتش، فرجعت قريته تاني، كان حوالي 480 صفحه. بس الكلام ده دلوقتي قبل بقى اللي هو الاي اي نوت تيكرز والكلام ما دوت. كانش اصلا موجود وقتها اه وما كانش مسموح بيه. فكان الموضوع يعني انا بعد ما خلصت امتحاناتي بدأ الناس يستخدموا اي اي، وبدأ يتقال انه اوكي تمام، بس يقول ان هم استخدموا اي اي. فلو يا جماعه انتوا كنت استنيت شويه اه كان الموضوع هيبقى اسهل كتير. بس لا الحمد لله يعني. فده خلى عندي فكره انه الموضوع تشالنجينج فعلا، فكره ان انا اقعد اقرا كل ده وبعدين اكتب كل ده. لان انت مثلا ممكن تتكلم انك على مدار 9 شهور دي مده الكورس، وبعد كده بتبدا الامتحانات. على مدار 9 شهور انت كل اسبوع بتكتب ما لا يقل عن 2000 كلمه. طبعا قبلهم ريدنج وفي حاجات كتير قوي بتتعمل، فكم القراءه وكم الكتابه وكم المذاكره كان كبير جدا. طبعا غير بقى الحاجات اللي بتتذاكر على الالمس نفسه، الموديل نفسه، فكره احنا نذاكر سيلف ستادي. فكل ده كان مجهود كبير قوي، وانا ما كنتش متعوده ان انا اقعد اقرا كل ده واقعد سيلف ستادي كل ده. يعني الموضوع كان جديد شويه. ده فرق في ايه؟ ده فرق ان انا وانا بصمم كورسات دلوقتي، يعني انا في كورس التفل جماعه ابداوا اقراوا دلوقتي، وبدات اعمل تاسكات ريدنج من وقتها، عشان جماعه ان شاء الله لما تروحوا سواء دلتا او دبتيسل او تعملوا ام اي او كلام ده، هتحتاجوا تكونوا متعودين على القرايه، تحتاجوا تكونوا متعودين على الكتابه. فبتعامل معاها ان هي تفل اوكي، بس معاها كمان انه preparation لاي خطوه ياخدوها بعدين، ان هم ينموا القرايه. من ضمن الحاجات انا ممكن بديهم كورسز انه ازاي يقراوا اسرع، يعني extra courses، ازاي يلخصوا، ازاي يعملوا كل الحاجات دي، بحيث ان هم يمكن بحاول اسهل عليهم الجزئيه دي، عشان لما ياخدوا الخطوه دي ان شاء الله بعدين ما يمروش بنفس الصعوبات اللي هي بتاعت انا مش عارفه اقرا. يعني لما اتكلمت مع ناس زمايلي في الكورس، لقيت ان يعني انا ممكن كنت الموضوع ان انا اقرا ده كان بالنسبه لي اقرا كل ده واكتب كل ده كان كتير. لقيت ان في ناس من بعض الجنسيات عندهم نفس المشكله. طب ليه نظام التعليم عندهم زي عندنا بالظبط؟ يعني كان في حد من روسيا كانت نفس الفكره، نظام التعليم مش كده خالص. في بلاد تانية لا، كان عندهم عادي جدا، الاساينمنت بيخلص، الموضوع سهل، كلام من ده. فدي كانت نقطه. النقطه التانية كمل سبورت اللي كان متوفر في الكورس. يعني من الحاجات الفارقة معايا وخلتني كمان أبقى أنا بعدل طريقة شغلي، إنه لا I need to support people زيادة. يعني فكرة إنه مثلا في وقت أنا كنت فيه مش عارفة أعمل حاجة معينة أو حاجة بالنسبة لي صعبة، ففي الأول قضيت أول شوية في الكورس أنا بالمنتاليتي بتاعت إيه، أنت غالبا هتسأل التيوتر أو هتسأل أي حد المنتور بتاعك أو كده، فيقولك لا روح دور أنت على المعلومة. فما كنتش بسأل أصلا في بداية الدبتيسل. فبعد شوية لقيت الناس بيحضروا معايا الدبتيسل وأصلا معاهم MA و PhD، يعني هم خلصوا الحاجات دي بس كانت بالنسبة لهم theoretical، فحبوا إن هم ياخدوا حاجة practical yes. فعشان كده راحوا دبتيسل. فكان معايا ناس يعني ما شاء الله خبرة سنين. يعني مثلا ممكن حد تبقى هي حاضرة، احنا الاثنين candidates، هي خبرتها قد عمري. يعني بدرس معاها مثلا بقالها 26 سنة 27 سنة 28 سنة، ولاقيها داخله تسال سؤال عادي جدا اللي هو كان ممكن تدور عليه، بس اللي هو بعد شويه بدات اتعلم النقطه دي اللي هو ask، يعني don't suffer in silence، طالما مش فاهمه اسالي، طالما وهكذا. ولقيت بعدها ان رد انه لا، مش بس روحي دوري، لا في resources كذا وكذا وكذا، ممكن تقراي كذا وفي كذا وخلصي وارجعي لي. بس انت مش شايفه ان في بعض الناس لما بتلاقي فرصه ان احنا هنسال بسهوله وهنجاوب بسهوله، ده بيوقف عندهم الليرنينج كيرف، بيوقف عندهم الريدنج والاكسبلوريشن اكسبلورينج ثينجز؟ يعني دي حقيقه، بس هي الفكره انه ما كانش الاجابه بتبقى دي الاجابه، كانت بتبقى الاجابه اقراي دول حاجه سبيسيفيك وارجعي لي. فكان فيها شيء من الجايدنس، انا مش محتاجه حد يقول لي خلاص انت ليفل 7، يعني احنا بنتكلم ده نفس ليفل الام اي، فانت المفروض you're an independent learner خلاص. فمش مستني حد ان لسه حد يشرح لك الحاجه، هو بس عايز حد يقول لك هتلاقيها هنا، تلاقي المعلومه دي في المكان الفلاني. فونس ان الريفرنس توفر تقراها، ولو لسه في حاجه مش واضحه بتتناقش، بس بيبقى السؤال بتاعك سبيسيفيك.
يعني من الحاجات اللي انا بعملها في الكورسز لما حد يقول لي مثلا الاكسرسايز ده المفروض ياخد وقت قد ايه، او الريدنج مثلا تاخد وقت قد ايه، فبيبقى السؤال دايما ايه الاجابه على حسب. لما تسال سؤال اساله سبيسيفيك عشان تاخد افيد اجابه ليك في اقصر وقت. فاقول انا الدرس ده عندي 5 طلبه مستواهم كذا، شاطرين في كذا، معايا كلاس بروفايل واضح جدا، وقلت السيتويشن واضح، وده الاكسرسايز وده التكست، هجاوب عليك اجابه مظبوطه. فهي الفكره، فكره انه المعطيات ايه والاجابه عامله ازاي، وكمان الشخص اللي بيسال ايه الاجابه اللي تناسبه. ممكن حد بيبقى المناسب بالنسبه له انك فعلا تديه الاجابه بشكل مباشر، هو مستواه لسه لا يسمح انه، او مش لا يسمح، هيبقى صعب عليه شويه انه يدور على المعلومه دي بنفسه. فليفل اوف جايدنس، وفكره ان احنا نبالانس انه انا هساعد ده بالقدر ده وده بالقدر ده. الفكره مش في مش مساواه، هو عدل. بس لو عندي كذا كانديديت وحد منهم ضعيف قوي، هدي لده سبورت زياده. مش لازم اساويهم، بس هعدل بينهم ان في الاخر كلهم خدوا المعلومه اللي تكفيهم ان هم يوصلوا للمستوى ده. فالشكل ده من السبورت، التعامل مع ثقافات كتير. يعني انا كنت بدرس، كل الناس اللي كنت بدرسهم في الجزء البراكتيكال في الدبتيسل كانوا من روسيا وشويه من اوكرانيا. في وسط كل ده الحرب قامت. لا ده حوار، فكان ده كده خناقه الموضوع بين الاثنين. فكان الموضوع شويه صعب انه نعمل كل ده. بس it was nice ان الناس كانوا متفاهمين ان this is politics. يعني هم ما لهمش، يعني كان الناس الحاضرين فعلا كانوا متفاهمين. ومن الحاجات التانية الفوكس، يعني في سيركل كده في كتاب حلو قوي اسمه The Developing Teacher، كتاب فعلا برشحه لأي حد، باي دانكن فورد. دانكن فورد كان أصلا الكورس دايركتور وقتها. فكان الكتاب ده كنت قرأته، فكان السايكلز بتاعته أو السيركلز بتاعت التيتشر، إن التيتشر الأول بادئ بنفسه لسه متلخبط، الدنيا بالنسبه له مش واضحه. بعد كده التيتشر والكوميونتي اللي حواليه شويه، والتيتشر بدا الكوميونتي يكبر لحد ما بعد كده التيتشر بقى تيتشر ترينر او بدا ياثر في ناس اكتر. ف دي النقله بتاعه الدبتيسل، ان في الاول وانت بتدرس انت بتدرس منفصل شويه او عازل نفسك شويه عن الستودنتس. بس لما يبدا يطلب منك انك تعمل learners profile، في السلطة وفي التفل انت بتكتب I have a group of learners من 5 ل 7 students مثلا، مستواهم كذا، بيشتغلوا كذا بشكل general. فالدبتيس لا، انت بتكتب analysis لكل واحد لوحده، تكتب اسم الطالب، هو منين، لغته الأم ايه، بيعرف لغات تانية، اتعلم ازاي، بيتعلم ليه، احتياجاته ايه، المشاكل اللي بتواجهه في الكلاس روم في الانجيجمنت، والمشاكل اللي بتواجهه في اللغة. فبقيت شوية لا I'm doing this for them not for me. ففكرة ان كل حاجة learner oriented، وان الهدف الاساسي ان الطالب ده يتعلم فعلا، مش بس يتعلم، ان تكون بالنسبة له learning experience مريحة ومفيدة. فدي كانت من الحاجات القوية جدا. غير طبعا فكرة انك تتعامل مع ثقافات مختلفة، ده كان من التجارب اللطيفة جدا جدا في الكورس. That's really nice. طب بما انك اتعاملتي مع ثقافات مختلفة، شايفة دلوقتي بالنسبة لك اكبر المشاكل اللي بتقابل المدرسين لما بيجوا يتعلموا؟ يعني انت اتعاملتي مع اكتر من ناس واكتر من ثقافة، بس في كده بيبقى common mistakes بيقع فيها كتير من الانجليش تيتشرز لما بيجوا يبدأوا. انت شايفة ديت ايه اكتر الاخطاء ديت؟ اوكي. ان اول حاجة، ودي اكبر واحدة وبنشوفها كتير قوي في كورسات، ان هو مش عايز يتعلم بجد. يعني لما نيجي نحضر كورس، كنت بحضر كورس قريب في تدريس في مدارس انترناشونال، فقبل ما ادخل الكورس فالترينر، احنا عارفين بعض، فقال لي انا عارف ان انتي خبرتك كذا وبتشتغلي كذا وكل الكلام ده، بس الكونتكست هنا مختلف. قلت له انا جايه لك وكوبايه فاضيه. فمهم قوي ان وانا داخله اتعلم حاجه، انا ماليش دعوه انا خبرتي ايه وعارفه ايه وكل الحاجات دي، كل ده ملوش دعوه. انا هنا دلوقتي student، انا جايه اقعد اتعلم. I'm humble. انا جايه الشخص اللي انا راح اتعلم منه ده هو اعلم مني في الجزئيه دي. فانا مش داخله ان انا ايه بدر وانا لا خالص، انا داخله فعلا اتعلم. ولو مش مهتمه اتعلم الجزئيه دي مش هدخل اتعلم. ولما بشارك كستودنت مش فارق معايا اي حاجه. ممكن ادخل احضر كورس anonymously عادي، يعني اقول للترينر انا عايزه احضر، بس من غير ما اقول انا فلانه او كلام من ده، عشان ابقى بستمتع بالlearning experience بشكل كبير. فاول حاجه وانا داخله اتعلم بجد،
مفضيه الكوبايه، ماليش دعوه خالص. يعني في ناس بيدخلوا سلطه، يعني ممكن السلطه يعني في سلطه من اللي انا شرحتهم السنه اللي انا اشتغلت فيهم السنه اللي فاتت، كان عندي حد خلاص قرب يطلع معاش. ف يعني ممكن الشخص ده ما يبقى مش عايز يتعلم، او هياخد وقت كتير قوي عما يغير الحاجات اللي كان بيعملها، which is fine، مفيش مشكله. بناء العادات عامه والتخلص منها بياخد وقت. بس الفكره انه ممكن اوقات التيتشر نفسه يبقى هو انا لسه هتعلم، او التيتشر او الترينر ده اصغر مني، او الترينر ده خبرته اقل مني، او انا بتعلم بس عشان اخد الشهاده في الاخر واحتفل، او انا بحضر بس كورس عشان كل زمايلي كانوا رايحين فرحت معاهم. فاول غلطه ان انا ما اقعدش بورقه وقلم واقول انا عايزه احقق ايه. زي يعني كنت عاملاها في سيشن قريب، البروفيشنال ديفلوبمنت حاجه عامله شبه زي ما تطلب كده ان درايف او اوبر، في بيك اب لوكيشن النقطه اللي انت فيها، وفي الديستنيشن اللي عايز توصل لها، وفي الطريق. فانا لازم الاول ابقى عارفه انا فين. انا دلوقتي انا بشتغل ايه؟ انا والله تيتشر بشتغل في مدرسه كذا، المدرسه اللي انا فيها وضعها كذا، انا مبسوطه بالشغل اللي انا فيه ولا لا، السالري بتاعي كويس ولا لا، ظروفي الشغل بالنسبه لي كويسه ولا لا، كل الحاجات دي. طب انا عايزه وقت اكتر، عايزه اغير حاجه او كلام من ده كده انا فين، وبعدين عايزه اوصل لايه. فانا كده خلاص معايا المعطيات الاولانيه. طب لسه ايه؟ طب انا هعمل ده، انا عايزه اعمل ايه، هعمله ازاي، وهعمله ليه. الموضوع مش ماشي بفكره ان انا لقيت حد بياخد كورس فرحت خدت كورس، لا. انا عارفه كويس قوي انا بعمل ده وبعمله ليه، وبعمله عشان انا ابقى حققت حاجه، وعشان احقق هدف، مش عشان اقول يا جماعه انا خلصت كذا او سقفوا لي انا برافو عليا. بس فدي اول غلطه، ويدخل تحتها شويه شبهها انه لو التيتشر مش مستعد انه يتعلم، اوقات بيبقى arrogant. يعني ممكن حد ما يتقبلش الفيدباك، وده لو هنسميه ممكن نقول ان هو زي ريد فلاج كده، انه لو حد مش عايز يتعلم، ما بيتقبلش النقد، شايف انه يعني افتكر ان في حد في درس في كورس سلطة كان بيشرح تارجت لانجويج معينة، وكل مرة قال فيها تارجت لانجويج قالها غلط. فلما جيت في الاخر في الفيدباك بتناقش معاه، فقلت له يعني كان في غلطة كذا كذا وبشرح يعني. فكان الرد انه عادي، ايه المشكلة، it's not significant. فاللي هو لا، هي significant، هما كانوا داخلين الكلاس بيقولوها صح، خرجوا بيقولوها غلط. يعني هما كان عندهم المعلومة، انت ضيعت المعلومة. فأوقات بيبقى الشخص مش متقبل انه اصلا يتعلم، فمش هيجتمعوا مع بعض. يعني ما ينفعش ابقى شايفة نفسي قوية جدا ومش محتاجة اتعلم وادخل اتعلم. مش هاخد الشهادة عادي جدا، وممكن اشتغل بالشهادة برضو، بس هل انا فعلا اتعلمت؟ هل حصل تطوير فعلا ولا لا؟ فحاسة ان دي ممكن تكون اكبر غلطة، ان هما كمان مش عارفين هما بيعملوا ده ليه، او شايفين هما مش محتاجين الحاجة دي. بس يعني حاسة دي اكبر غلطة. ممكن نصيغهم في عدة جمل مثلا؟ اوكي. بلان قوية جدا للبروفيشنال ديفلوبمنت، لازم كل تيتشر يبقى عنده بلان قوية. نايس. لازم كل تيتشر يبقى اوبجكتيف قوي، وهو بيرفلكت على نفسه، عارف هو نقط قوته ايه ونقط ضعفه ايه بشكل قوي جدا، اللي هو مفيش فيها تجميل، اللي هو انا الاكسنت بتاعتي حلوة مثلا، لا، نطقك صح ولا غلط مثلا. طيب مستواي في الانجليش حلو جدا وكل الناس بتشكر فيا، طب انت عملت بليسمنت تيست قريب؟ فلا، كل حاجة لازم يبقى ليها evidence ده كتيتشنج. مثلا حد حضر معايا كلاس، الطلبة فعلا شفت فرق في تحسن مستواهم، مش بس ان هم اتبسطوا بالكلاس وكان الكلاس فن فقالوا التيتشر دي عظيمة، لا مش كده. هل فعلا حصل تغيير في مستواهم شوية؟ الحاجة التانية، هل السوبرفايزر او حد حضر معايا اداني فيدباك اوبجكتيف وقال لي دي قوية ودي محتاجة تعديل ودي كانت كذا ودي كذا؟ الحاجات دي حاجة اوبجكتيف، انا عارفة كويس قوي انا فين، وعارفة أنا لسه عايزة إيه في الحياة، وبناء عليه بحط خطة واضحة وأسبابي واضحة عشان ما بقاش ماشية مع التيار بس. فدي حاجة. الحاجة التانية أبقى focused اللي هو أنا بعمل حاجة ليا، بعمل الحاجة دي عشان أنا هعمل الحاجة دي. ده اللي بيفرق معانا قوي في حتة
انا هبدا الكورس عشان انا disciplined ولا motivated. الموتيفيشن مش حاجه وحشه، بس لو هي بيب توك كده وموتيفيشن 5 دقايق ويلا شباب كلنا رايحين ناخد الكورس الفلاني، فدي حماسه كده في الاول وبعد كده هتروح. انما مفيش مانع ابدا ان انا ابقى متحمسه، بس ممكن تبقى انا داخله الكورس ده وانا متحمسه عشان انا عارفه ان انا ده هيساعدني ان انا اوصل لحاجه معينه. هنا بقى هبقى موتيفيتد بس انا مش بعمل ده عشان موتيفيتد، انا بعمل ده عشان في فيجن واضحه. فالفيجن الواضحه دي مخليه فيه ديسيبلين. انا عارفه يعني مثلا كنت ببقى حاطه جنبي الكالندر بيبر اللي هو حطاها كده، وقاعده بكروس الايام لحد ميعاد الامتحان بتاعي بتاع الدبتيسل. التيتشنج براكتس السكشن بتاعه كنت بعمل تك كده على كل واحد اخلصه، فكانوا 6 فايه 6 مرات اللي درست فيهم في الدبتيسل كنت بعمل صح جنب كل حاجه. انا مش بعمل ده عشان انا موتيفيتد، لا، هي مايلستونز عشان احقق هدف معين. ما كانش الموضوع موتيفيشن قد ما كان ديسيبلين، واكيد كنت بفرح بعد كل حاجه منهم. ابقى اوبجكتيف، ابقى بعمل حاجه عشان نفسي مش عشان اي اسباب تانية غلط، وابقى عارفه ايه التضحيات. السؤال بتاع وات وهاو، السؤالين دول هعمل ايه وهعمله ازاي، انا عشان اعمل ده هضحي بايه. ما هو اللي خلص PhD واللي عمل كل اللي عملوا انجازات كتير قوي دول ما عملوهاش في يوم وليله، وما كانتش سهله، واكيد ضحوا بحاجات كتير قوي. فانا لازم قبل ما ادخل حاجه ابقى عارفه انا هضحي بايه قبل ما ادخل كورس. عشان كده تلاقي ناس كتير مثلا يدخلوا كورس وما يكملوش. ما كنتش متخيله انه كده، انا عندي التزامات تانية، انا عندي كذا. يعني يمكن لسه حاصل ده قريب في كورس، حد دخل معانا كورس وبعدين اول يوم الكورس دخلت متاخر، لا انا مش اصلا انا عندي ظروف في البيت وفي التزامات. مفيش اي مشكله يا فندم، الفلوس احنا مش هينفع. طب ليه؟ عشان احنا عارفين احنا بنعمل ده ليه. محتاجين كمان كل حد داخل يحضر الكورس يبقى عارف هو بيعمل ده ليه ومستعد يعمل التضحيات المطلوبه. اكيد مش هضحي بحياته وكل حاجه، بس على الاقل يبقى عارف ان في مجهود هيتبذل. بس فحاسه ان دول ممكن اهم 3 حاجات ممكن نقولهم. That's really nice. عجبتني قوي فكرة اللي هو checking your why, to check your why I'm starting this. And I'm not starting this for a certificate. I'm starting this for something like the same way that you did it. انت بالنسبة لك انا ما كانش الاوبجيكتيف بتاعك الدلتا. انا شفت ناس كتيرة جدا الاوبجيكتيف بتاعه كان الدلتا، اللي هو انا بالنسبه لي انا عايز يتقال علي ان انا مع دلتا، انا عايز يتقال علي ان انا مع MA، انا عايز يتقال علي ان انا مع PhD. لكن فكره ان انا عندي اوبجيكتيف معين عايز اوصل له، that's a very nice mindset يعني. هي البوينت ساعات حد يقول لي انا عايز اعمل سلطه مثلا تكون حضر التفل فعلا معايا، وانا شايفه ان التفل اداها معلومات كافيه لان المحتوى خلاص هو زي السلطه. فتقول لي عايز اعمل سلطه، اقول لها ليه؟ هم يعني الناس بيزهقوا مني شويه لو هعمل كذا ليه. فطب انتي عايشه فين مثلا؟ تقولي انا عايشه في المكان الفلاني، كلام من ده. في حواليكي مثلا مدارس انترناشونال، في حواليكي شغل يتطلب منك سلطه؟ فممكن تقولي لا. طب هل وضعك يسمح لك انك تسافري مثلا تروحي مكان تشتغلي، او في مثلا opportunity معينه اونلاين حابه تشتغليها ومحتاجه سلطه؟ فتقولي لا. طب ايه اللي هيخليكي تعملي investment بالرقم ده لما هو مفيش فيه نتيجه؟ فيبداوا يقفوا شويه مع نفسهم، هو انا فعلا عايزه اعمل ده ليه؟ او حد يبقى شاطر قوي وخلاص متمكن. يعني انا مثلا ما عملتش سلطه ليه؟ انا خلصت التفل، اشتغلت كتير في كونتكست مختلفه، فلما دخلت الدبتيسل كنت اوريدي كمان مذاكره للدلتا. فلما دخلت الدبتيسل خلاص انا برفلكت بس على الاكسبيرينسز اللي انا شفتها قبل كده، وخلاص الدنيا واضحه. فما حسيتش ان في داعي ان انا اروح لسه اخد سلطه، اصل هتضيف لي ايه جديد او هتعلمني ايه جديد. انما الدبتيسل لا، that's something new. ففكره واي دي مهمه قوي. والاوبجكتيف، لان ساعات هي الفكره بتاعت الناس بيجوا في الاخر هو انا عملتها ليه؟ ما كان لهاش لازمه. في ناس ساعات بعد ما بيخلصوا الكورس كله الكورس ما كانلوش لازمه. طب انا استفدت ايه؟ طب الفلوس اللي انا دفعتها والساعات اللي انا سهرتها دي نتيجتها ايه؟ مفيش. مش قصدي انه الناس ما تسعاش، لا، لازم. يعني انا قلت لك ان انا ما كنتش مثلا حاطه في الخطه ان انا ادخل اشتغل في بريتش كونسل. وسبحان الله
ربنا قدر ان انا كنت جاهزه قبل الفرصه، فلما الفرصه ظهرت قدامي كنت انا اوريدي معايا الكواليفيكيشن فقدرت اقدم. نبقى جاهزين قبل الفرصه، بس لازم ابقى برضه عارفه ان انا بعمل ده لهدف معين، مش بس لمجرد ان انا بعملها عشان الناس كلها بتعمل ده. يعني انت شايف ان انا لو بالنسبه لي مفيش داعي معين ان انا اخد السلطه، انا اكتفي بالتفل بس؟ عادي جدا. ولو حد هدفه انه بعدين يعمل دلتا وهو معاه نوليدج كويسه جدا، خلاص ممكن يتنقل من التفل للدلتا. يعني انا كنت شغاله كورس سلتا قريب، وبعدين كان في تشات كده مع مع الاسسور ومع كل التيوترز اللي كانوا شغالين في الكورس، فكنا بنتناقش يا جماعه مين فيكم عمل سلتا. فعايزه اقول لك من يعني ما بين امريكا، ما بين تركيا، ما بين انجلند، ما بين تشاينا، كنا احنا وانا من مصر، فاحنا كنا 5 تيوترز كل حد من بلد مختلفه، والاسسور كان من مكسيكو، فيعني كان ميكس كده غريب. فتقريبا 2 مننا بس اللي عملوا سلتا. 2 out of 6 يعني تقريبا احنا بنتكلم في around like تلت تقريبا. بالظبط. يعني اكتر من تلتين، اكتر من 66% هم اصلا ما عملوش بالظبط. وكل اللي موجودين شغالين سلتا تيوترز هم اصلا بيدرسوا سلطه. بالظبط. ليه؟ هي الفكره انه مش لازم سلتا، انا معايا النوليدج خلاص ومعايا الاكسبيرينس، دخلت الانترفيو وعملت التاسك اتقبلت، هم لو شايفين ان انا مش مناسبه مش هيقبلوني. بص، بما ان انا بصراحه انا حابب اقابلك تاني، يعني بصراحه انا حابب ان انا اطلع معاكي بودكاست تاني، بس انا حابب البودكاست ده يكون كمان 5 سنين. تفتكري ساعتها هتقولي لي ايه؟ ساعتها هكون حققت ايه؟ فيش هدف واضح دلوقتي، ولكن ممكن اكون وقتها خلصت ان شاء الله MA. نايس. I'm not rushing anything يعني، فممكن وقتها اكون خلصت ده، وهكون اتعلمت كتير قوي يعني. مش هبص لها خالص ان انا هكون درست كام كورس او عملت ايه او كده، بس هيكون الاكتر ان انا اتعلمت حاجات كتير قوي، قابلت ناس كتير، ممكن كمان زودت شويه كورسز. يعني انا في الكورسات اللي انا بقدمها ممكن اكون بقدم دلوقتي 3 كورسات، وباخد وقتي قوي ان انا قبل ما ابدا كورس جديد. يعني مثلا شغاله تافل هاو تو تيتش ايلتس وسلتا بريباريشن، فاخده وقت شويه ان انا عايزه اعمل كورسات جديده، بس انا زي ما قلت لك انا في نفس الوقت بدرس quality assurance and quality management، فقبل ما ابدا خطوه زي دي محتاجه تحضير كويس قوي عشان احس ان انا راضيه عن الحاجه اللي انا بقدمها. فاعتقد وقتها اكون ان شاء الله قدمت كورسات ازيد وانفع ان شاء الله برضو، بس غير كده that's mainly it. Welcome back everyone. الجزء دوت من البودكاست هيكون اكتر عن اسئله البروز اللي هم الستودنتس عندنا في برو انجلش. هنبدا نسمع اكتر عن تجاربهم، مشاكل اللي بتقابلهم، وهنسال حد اكسبرت زي مس ايه. alright let's go. اوكي، فخليني كده ابدا كده باول سؤال معانا. هل عندي مشكله في تطوير اللغه. المشكله مش ازاي اطور اللغه، المشكله في الاستمراريه. يعني ابدا 2 و3 اكون منتظمه، وبعدين مثلا يعدي يوم من غير ما اشوف الفيديو او الفيديوهين اللي هشوفهم، بس بقى خلاص انا بالنسبه لي بقع في بقع وبستنى شويه وما بعرفش استمر. اعمل ايه عشان احل مشكله الاستمراريه؟ اوكي طيب، في شويه خطوات كده. اول حاجه محتاجين يكون في هدف واضح، ولازم اريفيزيت الجول ده كل فتره. يعني الهدف ده محطوط في بدايه النوت بوك بتاعتي، وكل فتره برجع ابص عليه اشوف الحاجات اللي انا حطاها دي هتساعدني احققه ولا لا، او انا قربت بنسبه قد ايه. فده اول حاجه. تاني حاجه لازم اراجع كم الحاجات اللي انا حطاها بشكل يومي. انا ممكن اكون حاطه تاسكات كبيره قوي، فطبيعي ان انا اول يوم او 2 الموتيفيشن لسه عالي، فبشتغل الدنيا تمام. تالت يوم لان كم الحاجات كبيره وانا مش قادره ان انا استمر. ففي الحاله دي محتاجه اخلي بالي ان الاهداف مش كبيره قوي، الاهداف اليوميه او التاسكات اليوميه مش كبيره قوي. الحاجه الثالثه يعني ان انا اختار اصلا حاجه اسمها protected time. ان في مش النهارده انا هعمل كذا، انا النهارده الساعه كذا هقعد اعمل كذا، حاجه واضحه، في اوبجيكتيف واضح ووقت محدد. يعني مش هقول انا النهارده عندي نص ساعه ترفيه، لا انا عندي نص ساعه من الساعه كذا للساعه كذا هعمل فيها كذا، عارفه كويس جدا هعمل ايه. فلازم يكون عندي وقت محدد. العادات بتتبنى باني اثبت لها ميعاد.
فدايما الناس يقول انا مش عارف اظبط نومي مثلا، فيقول ادخل السرير كل يوم بدري. لا، ظبط منبه كل يوم الصبح بدري في نفس الميعاد. انت بقى نمت بدري متاخر هتصحى في نفس الميعاد. فالمذاكره يبقى ليها منبه بتاعها، الارم كده بيرن مع محطوط فيه نوتيفيكيشن ان هذاكر كذا النهارده. طبعا ان الترتيب اصلا كل ده في شكل انا اقدر اشوفه، فممكن استخدم حاجه زي جوجل كالندر، جوجل تاسكس، حاجه واحده عليها كل حاجه فالدنيا تبقى منظمه. الحاجه الاخيره قوي والمهمه هي انا رد فعلي بعد ما وقعت اليوم ده عامل ازاي. في 3 اشكال كده ممكن اعملهم، 3 تصرفات ممكن اعملهم. اول واحد ان انا اقعد الوم نفسي واقول انا ضيعت اليوم، انا ازاي عملت كده، انا كده وقعت وهبدا من الاول. اللوم ده او الشكل ده من جلد الذات، يعني الموضوع صعب شويه. فتلاقي الشخص ده من كتر ما انب نفسه ادى لنفسه نيجاتيف سيلف توك، بقى حاسس ان هو اصلا مش شاطر كفايه وما يعرفش يعمل الحاجه دي، وهو نفسه خلاص كانه شال من نفسه الكريديبيليتي انه يعرف يعملها. او الشخص التاني اللي هو عادي، ايه يعني، حصل خير، المريح خالص ده. اللي هيحصل انه حصل خير النهارده، حصل خير بكره، هنبدا السبت الجاي، هنبدا لما الساعه تيجي 12 بالظبط. الاشخاص دول بيبقوا مريحين شويه، وممكن برضو فيها داخل معاها شيء من البرفكشنزم. انا عايزه اعمل حاجه لما تبقى 10/10 and this will never happen. طب ايه الحاجه الصحيه بقى، السلوك الصحي فعلا؟ انه acknowledge الحاجه اللي حصلت، acknowledge اللي حصل ده، انه انا فعلا وقعت النهارده، وابدا ادور على الاسباب. طب انا يمكن حاطه تاسكات كتير فعشان كده النهارده مش قادره اعمل حاجه، او انا ممكن النهارده عادي، امبارح كان يوم طويل فالنهارده تعبانه، اوكي خلاص هاخد بريك، هعمل حاجه بدل ده، وبكره ان شاء الله اكمل تاني. النوع ده من التسامح شويه، انه اوكي حصل غلطه وانا قصرت في حاجه او ما عملتش حاجه، وقد يكون ده بسبب ان انا مرهقه فعلا، او ان انا حاطه هدف كبير زياده عن اللزوم، او ان انا ما عملتهاش صح، ما حطيتش ميعاد مناسب. مثلا جيت الساعه 3 كل الناس راجعين من بره وداخلين البيت الساعه 3 وانا قلت هقعد اذاكر الساعه 3. مستحيل، ما اخترتش اصلا protected time. او انا قبل ما ابدا اليوم الجديد من اليوم اللي قبله ببقى عارفه انا هعمل ايه بكره. فبرضه فيها شيء من التخطيط. فهي ممكن الحاجات دي لو اتعملوا الشخص اعتقد هيقدر يلتزم بشكل كبير. والموضوع بياخد وقت، مش مهم انا ذاكرت قد ايه، المهم ان انا بنيت عادات مذاكره صح اقدر استمر عليها بعد كده وانجز. That's really nice. هل الالتزام بحضور كورس الانجليش لوحده كفايه عشان اتعلم انجليش؟ هيساعد ولكن مش كفايه. لو جيت تقارن عدد الساعات بتاعت الكورس، فهنقول ان الكورس مثلا يومين في الاسبوع، كل مره ساعتين، 4 ساعات، 24 في 7 ده بقية الاسبوع، فهتشيل منهم 4 ساعات. فلا، كتير قوي كتير قوي عربي يعني، او اللغه الام والانجليش قليل قوي جنبها. فلا، هحتاج ان انا ادخل جنبه حاجات تانية عشان ابقى بتعرض للغه طول الوقت قدر الامكان. سواء يعني كل حاجه بتبدا من اول، يعني في فتره من الفترات يمكن انا عملت دي، الكيبورد بتاعتي كان اللابتوب انجليش كل الكيبورد وعليه ستيكرز اللي هي الحروف العربي. ففي فتره عشان كنت ساعات بستخدم اللابتوب في الشاتنج او كنت بضيع وقت فبكتب بالعربي، فرحت شايله كل الستيكرز دي وسبت اللابتوب انجليش بس عشان ابقى مجرد ان انا استخدمه في الشغل بس. ان وانس ان انا بقيت في السيتنج بتاع الشغل فانا بشتغل بس مش بعمل اي حاجه تانية. فهي الفكره حاجه مشابهه. حد عايز يتعلم اللغه وتيجي تبص على الموبايل بتاعه تلاقيه لسه بالعربي، او حد عايز يتعلم اللغه وبيدور على كل حاجه بالعربي. حد يعني دور على الحاجه اللي انت بتحب تعملها وابدا اتفرج عليها او اتعلمها من مصادر انجليش او مصادر اللغه اللي انت عايز تتعلمها. ده هيسهل. حتى لو يعني مثلا ممكن ابقى انا بتفرج على حد بيعمل اكله او بيعمل مثلا كرافت معينه عايزه اعمل زيها، فبتفرج على الفيديو ده بالانجلش. طب مش عارفه ادور بالانجلش، عادي ادور بالعربي، اقول كذا بالانجلش يعني ايه، لما تطلع لي ابدا ادور بيها على يوتيوب او ايا كان السورس اللي انا بستخدمه، وابدا اتعلم اكتر عن الحاجه اللي انا بحبها بس بلغه تانية. لو بحب اتفرج على افلام ما اتفرج عليها انجلش بلاش عربي. يعني في فتره كده كنت انا بقول، حد يقول لي في مسلسل كذا حلو قوي عربي، انا بتكلم عربي اوريدي. لان انا حد كمان، انا لما حد اتعلم اللغه، انا ما خدتش كورسات انجلش في حياتي.
يعني انا عمري في حياتي ما دخلت حضرت انجلش كورس وكنت في مدارس عاديه جدا حكوميه مش لغات. فتعلم اللغه بالنسبه لي حصل بالاكسبوجر، ان انا بقرا كتير بتفرج كتير، كل الحاجات دي مع بعض طورت اللغه. فده مصدر قوي جدا. دلوقتي اي حاجه بحب اتعلمها بتعلمها بالانجلش. لو ممكن مثلا فتره تيجي اتعلم لغه تانية، فبعمل ايه؟ خلاص هنقلب بقى كل حاجه على اللغه دي. ممكن فتره اتهور كده واخلي الموبايل باللغه التانية شويه، واخلي بدل ما اتفرج على اي محتوى بتفرج عليه بحاول اتفرج عليه باللغه دي، وهكذا بحيث ان انا اتعرض لها بشكل كبير. اوكي، هل شهادات الانجليش نصب؟ هل شهادات اللي هو certificates هل السيرتيفيكتس بتاع التدريس مش التدريس سوري، هل السيرتيفيكتس الخاصه ب الانجليش نصب؟ اللي هو مثلا شهاده مش عارف جامعه ايه، واللي هو الحاجات اللي هي المفروض ان هي يعني شهادات تعليم انجليش، فهل شهادات تعليم الانجليش نصب؟ اوكي، نصب كلمه جامده شويه، فانا يعني مش هقبلها ومش هرفضها. ولكن هقول انه حسب حاجات كتير قوي. رقم 1، هل الشهاده دي كانت نتيجه امتحان؟ يعني الطالب بعد ما خلص الكورس كان في assessment واضح يطلع لي نتيجة يعتمد عليها تقول ان الطالب ده دلوقتي يقدر يعمل 1 2 3 او حقق الاوبجكتيفز بتاعت الكورس. ده رقم 1. رقم 2، الشهادة دي مين بيقبلها؟ يعني انا لما اروح اقول لحد انا معايا شهادة ان انا C2، معايا شهادة ان انا، يعني ممكن طالب يبقى A1 ويقول لك انا معايا C2، هو اشتراها كده مثلا. طب ما اللي قدامي ده هيشوف الشهادة، هل هو اصلا هيقبل الشهادة دي ولا لا؟ عشان كده شهادات ناس كتير يقولك شهادة معتمدة. من مين؟ فين الجهة اللي الطالب، يعني أكيد ما اعتمدتهاش أنا وشوية أصحابي يعني مين اللي اعتمدها؟ أنا وأصحابي. فلا مش كده. فعشان كده في امتحانات واضحة عندنا، يعني IELTS توفل الحاجات دي كلها. فعلى حسب كمان إيه الجهة. طيب هل شهادات الحضور وحشة؟ أكيد لا. والله حد التزم بالكورس، عمل التاسكس، جاب درجة معينة في التست في نهاية الكورس، فهو عمل achievement وتعلم فعلا، فانا هديله شهاده حضور عشان هو عمل achievement. ده حاجه تسيرتيفاي ان هو attended the course، مش ان هو الليفل ده. لان ببساطه انا دلوقتي لو بدي كورس لحد وحضر معايا كورس وخلص ونجح وكل حاجه تمام واديته الشهاده، وقعد بقى سنه سنتين مع نفسه ما بيذاكرش وما بيعملش اي حاجه، طب ما هو مستواه هينزل. ليه؟ الدراسات بتثبت ان بعد سنتين من عدم ممارسه اللغه ممكن تفقدها تماما. فعشان كده الايلتس بيكسباير بعد سنتين، وكذلك امتحانات تانية كتير. فهي دي النقطة. الامتحان مين بيقبله؟ الشهادة دي أنا محتاجاها في إيه؟ الاسسمنت أصلا مبني على أي أساس؟ طب هل سمعتي عن شهادة معتمدة في مصر غير الايلتس والتوفل والبي تي اي؟ دي شهادات فعلا معتمدة؟ مؤخرا يعني في مثلا let's say ال5 سنين اللي فاتوا لينجوا سكيل كان موجود بقوة. الحاجات دي كلها مش مصرية، لكن انا بتكلم على الحاجات اللي هي بتبقى في السنترز المصرية اللي بيتقال شهادة مش عارف من جامعة كذا، شهادة معتمدة في تدريب في الانجليش ليفل بتاعك من مش عارف جامعة كذا مؤسسة كذا، الكلام ده كله. لا، لازم تبقى في جهة هي اللي هتعمل الاسسمنت، وبناء عليه يكون في شهادة بتثبت ان انا جبت باند كذا او جبت درجة كذا. انما من السنتر نفسه لا. That's really nice. هل بالنسبة لنا ايه من وجهة نظرك افضل طريقة لتعلم اللغة الانجليزية؟ it's not prescription. الموضوع مش وصفة ثابتة لكل الناس. هتلاقي ناس كتير قوي تعلموها بطرق مختلفة. يعني في حد كان بيجيب grammar in use و vocabulary in use وبيقعد يذاكر وفي حد يقول BBC learning English أو 6 minute English أو الحاجات دي كلها. وتلاقي حد تاني كان بيتفرج بس على أفلام ومسلسلات. حد بيحب القراية، حد ذاكرها في المدرسة وكان شاطر، حد كان في مدرسة international وكانت فعلا اللغة فيها قوية. فكل حد حسب هو البريفرنس بتاعه ايه وطريقته في التعلم ازاي. مش هقول learning style عشان لا يعني، بس هو تفضيله ايه يعني. ده بس الفكرة. انما ايه افضل طريقة؟ لو قلنا ان احنا multi sensorial beings، ان احنا الحمد لله عندنا حواس كتير قوي،
فافضل طريقه نتعلم بيها ان احنا ندخل كل الحواس دي في نفس الوقت، نستخدمها كلها في نفس الوقت. يعني لو ينفع ابقى بسمع الحاجه وبقراها وبص عليها وبكررها وجنبها بذاكر شويه، بطلع منها الفوكابلري والجرامر اللي اقدر استفيد منه، وبعد كل ده اخد ده اكتب واتكلم مع التكرار، اكيد دي هتكون واحده من افضل الطرق. مش هقدر اقول ان هي افضل طريقه. وطبعا برضو بتختلف من شخص للتاني. يعني في شخص ممكن يقول لي انا بحب القرايه، فممكن اقول له طيب ممكن تقرا كده، بتحب موضوع ايه مثلا، فابدا اتعلم عنه اكتر. ممكن ابدا ابعت له لينكات. الحاجه السؤال برضو مهم، انا عايزه اطور اللغه ليه؟ يعني ممكن مثلا حد يبقى عايز يطور اللغه عشان هو بيشتغل في انترناشونال كومباني وماسك السيلز مثلا، فهو محتاج يطور اللغه ومهارات التواصل في الجزئيه دي. فممكن ابقى انا في الكورس بعلمه ازاي ينيجوشيت ان انجلش، بعلمه ازاي يعمل كذا ان انجلش. برضو لازم يبقى فيه اوبجكتيف واضح، اللي هو حتى لما نيجي نقول ازاي ابقى فلوينت مثلا، ابقى فلوينت في انهي جزئيه؟ لان عشان تبقى فلوينت اصلا الديفينيشن بتاع الفلوينسي ايه؟ انه the ability to express yourself, your thoughts and feelings and everything at length، اللي هو باستفاضه ما عندكش مشكله، with minimal pausing او without significant pausing، مش كل شويه بتقف او بتعطل تدور على حاجه. انا عشان اوصل لده فانا محتاجه يكون عندي افكار، اكيد طالما انا عايزه اتكلم فانا اكيد عندي افكار. محتاجه مع ده صياغه الافكار دي، هصيغها ازاي؟ فمحتاجه كلمات، محتاجه جرامر. فهي دي الفكره، حسب انا عايزه اتكلم في كونتكست عامل ازاي، وبناء عليه هبقى عارفه المصدر بتاع الجرامر والفوكابلري اللي انا محتاجاه. الاوبجكتيف بيشيب الكونتنت والتكنيك. طبعا. exactly. ماشي. عندنا برضو سؤال تاني. والله انا ازمتي في الانجليش مش الكلمات او القواعد ولا حتى اي حاجه، هي حاجه تافهه جدا. حروف الجر هي زي for to with، وببقى مش عارفه ترجمتهم او معانيهم. يعني عندي مشكله باختصار كده في الفريزل فيربس، ازاي نحلها؟ تمام. اول حاجه العالم كله عنده مشكله في الفريزل فيربس. دي حقيقه. عشان كده في الايلتس دي من الحاجات اللي بتبقى اسست، لان هم لما بيقولوا idiomatic language هم مش قصدهم idioms، هم قصدهم اي حاجه ممكن تدي معنى مختلف بتغيير حاجه فيها. هي شويه tricky. طيب هل انا لازم اعرف معنى ال preposition ده؟ اكيد لا. يعني لو teacher، لو اللي بيسأل السؤال ده teacher، هقول له عندك about language بتاع سكوت ثورنبري، وعندك grammar for English language teachers بتاع Parrott. اقعد ذاكر دول واعرف كل ال prepositions واعرف استخداماتهم بكل حاجة. ده لو teacher. لسه حد مثلا A2، الناس اللي في البداية بالظبط عندهم مشكلة مثلا في الحروف الجر، اتعامل مع اللانجوج بتشانكس، ما توقفش على كل حاجة. يعني مثلا لما انا اجي اقول I'm going to travel مثلا، I'm going to، هي to هنا معناها ايه؟ لو ترجمناها بالعربي انا هسافر ان شاء الله، هسافر. طيب going ادتني معنى انه طب to دي ايه؟ لا هي على بعضها chunk. ودي من الحاجات اللي هتسهل كتير قوي. انت مثلا لو بتفتكر 5 حاجات، طب ما انت بدل ما تفتكر كلمة كلمة كلمة، طب ما تخليها chunk حتت. فبدل ما الطالب يبقى بيتعامل مع حرف الجر ده ان هو حاجة لوحدها، لا هي على بعضها. يعني مثلا ما اقولك stand up، انت مش شرط تقول لي up عشان هيقف فهتبقى up فstand، لا مش هنعملها بالشكل ده. طب sit down، طب ما هي في على فكرة برضو sit up. يعني ممكن حد slouching شوية كده مريح فتقول له sit up، اظبط قعدتك مثلا. فمش هينفع اقف على حتة. انا حاسة ان ده ممكن يكون perfectionism زيادة شوية. فالاسهل في الحاجة دي ان انا اعمل chunk واحاول اعمل زي family. يعني ايه ممكن يعني ايه توضح يعني ايه chunk؟ يعني مش كلمة لوحدها على بعضها، الاكسبريشن على بعضها. فمثلا حاجة زي أنا يعني I'm not a big fan of this، بس مثلا لما أحب أعبر عن إن out of nowhere، مش هقول برا أي مكان، لو مش هترجمها بالشكل ده. out of nowhere it was surprising بس. فمعناها إيه؟ معناها كذا على بعضها.
مش هقعد اعمل اناليسز لكل حرف فيها، انا مش linguist. الغرض من تعلم اللغه هنا ايه؟ عشان كده قلت لك لو اللي بيسال السؤال teacher، فعندك دول وعندك بقى كمان ايه in use، وعندك كمان in use. ولو الستودنت اصلا يعني passionate بالشكل ده وعايز يعرف المعلومات بالعمق ده، فالستودنت ده خلاص يبقى احنا هنجيب له سلسله in use ويشوف بقى phrasal verbs in use ويبدا يقعد يذاكرها واحده واحده. That's really nice. في سؤال كمان معانا، ايه الفرق بين ال A1 ال A2 ال B1 ال B2 وانا محتاج اوصل لانهي مستوى تحديدا عشان الاقي فرص شغل كويسه؟ اوكي طيب، ايه الفرق؟ اول حاجه الفرق هو تمكني من اللغه. فهتلاقي الديسكريبشن بتاعها للسافر ليفل، هتلاقي الديسكريبشن عباره عن ايه. الاي 1 ده شخص بيعرف يتواصل في البيسك communications، بس الجنرال communications اللي هي hi how are you how old are you where are you، اللي هي الحاجات البسيطه جدا 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 في الاول. سواء استماع او تحدث او قراءه او كده، يعني اي حاجه من المهارات دي. فبيعلى شويه فيبدا يقدر يتكلم بشكل اعمق شويه، يقدر يتكلم على الجو، طب ده ليه، طب وهكذا. يبدا يعلى شويه، يبدا يدخل شيء من التخصص بقى. يعني هو الشخص ده بدا شويه يعرف يتكلم في مواضيع متخصصه بس مش بشكل قوي. B2 لا، بدا يتكلم بشكل متخصص وبشكل قوي وبرضه بيفهمها لما بيسمعها او لما بيقراها. C1 C2 ده proficient user، خلاص ده حد بيتعامل مع اللغه بأريحية كبيره جدا، ما عندوش مشكله لا في انه يسمع الحاجه ويفهمها ولا انه يعبر عن افكاره، طبعا باختلافات بسيطه ومع قدر كبير قوي من التخصص. يعني حتى لو الموضوع متخصص جدا او معقد جدا او حتى بعيد عن معلوماته، عنده ما يكفي من المهارات ان هو يخمن الموضوع ايه او المعنى ايه. فهي دي الفروقات كلها. نقطه انا عايز اوصل لانهي ليفل، ف على حسب. يعني كنت لسه في كورس How to Teach IELTS، كنا بنتكلم في ال different types of exams في ال IELTS exams. ففي واحد منهم اسمه IELTS UK visa، عشان حد بس عايز يسافر يروح ال UK. فلقينا ان في فيز بتحتاج A1 و A2. فمثلا حد مسافر هو رياضي ومسافر عنده بطولة، طب محتاجين منه ايه؟ A1 او A2 بس. بس هو مش هيعمل حاجة، هو كده كده معاه مترجم. هم بس عايزين يبقوا ضامنين ان هو معاه لغة تكفي ان هو يسرفايف، ان هو لو احتاج يطلب تاكسي، لو احتاج ياكل، يروح حتة، عنده الحاجات الأساسية انه يقدر يسرفايف في البيئة دي. فعلى حسب انا محتاجة اوصل ايه. لو انجلش تيتشر يعني B2، هنقول B2 يعني ايه عشان نبقى الموضوع بالظبط. ممكن بس B2 هاي يعني بالظبط. وممكن B2 اقل شوية لو الكونتكست مختلف. يعني مثلا لو مش بدرس higher levels ومع الوقت اطور نفسي ممكن. بس هي الفكرة ان ساعات انك تقول للمدرس استنى لما تبقى B2 وبعدين ابدأ. طب ما انا ممكن اعلمك teaching وتقدر تطبق شوية من الحاجات من اللي انت اتعلمتها في التيتشنج دي وتطبقها على نفسك وتطور مستواك في اللغة. مش مضطر تستنى كل ده. بس فرتس على حسب كل حد عايز يوصل ليه. اوكي، معانا سؤال تاني. انا بكره الانجليزي ومتعقب منه ومحتاجه ضروري عشان اقدر اشتغل، تنصحيني بايه؟ اوكي ازاي نفك العقده؟ هو يعني اول حاجه الانجليش انا محتاجاه. هو مش محتاجه هنا ان انا، خلينا نوضح دي تاني او نبداها بدايه مختلفه. الفكره في الانجليش او في اي حاجه انا محتاجاها ان انا مش محتاجه الاوبينيون بتاعتي. يعني ساعات بيبقى عندنا فيلينجز ناحيه حاجه معينه ملهاش داعي. انا ليه اصلا يبقى عندي فيلينجز ناحيه الحاجه دي؟ يعني ليه ابقى ما بحبش الانجليش او ليه ابقى بحبه؟ مش حاساها مهمه. حاساها انه انا محتاجه ده فانا هعمل ده عشان احققه end of the story. بس خلاص خلصنا يعني that's it. فمش محتاجه اقعد ان انا متعقده من الانجليزي او متعقد من الانجليزي ومحتاجه. المشكله اللي بتحصل ان احنا بنستنى لما نبقى في ورطه وبعدين اكتشف ان انا قبل الانترفيو مش معايا انجليش فما اروحش الانترفيو او ما انجحش. وبعدين
خلاص اتضايق، وبعدها يحصل تاني نفس الموقف واتضايق تاني، فابدا احس بعدها ان الانجليش هو الازمه. طب مش يمكن انا ما استعدتش اصلا او ما اديتش نفسي وقت كفايه؟ فالانجليش لغه زي العربي، هي لغه للتواصل. فاول حاجه الشخص ده محتاج يعملها انه يغير البرسبكتيف بتاعه ناحيه اللغه، لان هي مش هي اداه للتواصل. انت متمكن منها او لا، محتاجه ترفلكت عليها وبعدين تقرر انا محتاجه اذاكرها. طيب هحتاج وقت قد ايه؟ محتاج نقطه بدايه. انما ما بحبش الانجليش عموما، دي جنرال قوي. طب ايه في الانجليش اللي صعب؟ او ليه كان صعب؟ ممكن الليرنينج باك جراوند كانت مش لطيفه، يعني تيتشر بيزعق، درس ممل، حاجات كتير قوي، فممكن يبقى ده السبب. فمحتاج ريفلكشن، محتاج بليسمنت تيست، ابقى عارفه انا فين وعايزه اوصل لايه. ونفس الكلام لما ابقى عارفه انا عايزه اوصل لايه، ما عدتش هبص للانجليش ان هو حاجه انا محتاجه احبها او اكرهها، هي حاجه انا محتاجه اعملها. فبنشيل الفيلينجز كده خالص، نحطها على جنب، نعمل التاسك اللي ورانا ونكرر وبس لحد ما نوصل. هل كورسات الانجليزي ملهاش لازمه؟ اكيد لا، اكيد لا. يعني حتى لو حد، في ناس عندهم ملكه ان هم يتعلموا لوحده وعندهم اكوزيشن عاليه، يعني بيعرفوا يعملوا يعني الاكسبوجر. يعني ممكن تجيب 2 يقعدوا يتفرجوا على نفس الحاجه وده يأكوير اللانجوج وده لا. ده يتمكن من اللغه وده لا. بالظبط. فوارد ده يحصل وده يحصل. طيب فدي ده اول حاجه. طيب في الحاله دي الكورس ليه لازمه ولا مش لازمه؟ اللي اتعلم قد يعني ممكن يحتاج كده في وقت انه يروح لكورس يرتب له دماغه، لانه هو ممكن مثلا اتعلمها من انه كان بيسمع لراب كتير، او مسلسلات او افلام او اي حاجه من الحاجات دي. فممكن اللانجوج اللي اتعلمها ما يبقاش الستايل بتاعها مناسب للتواصل. يعني هياخد بقى المعلومه دي ويجنرالايز، فيروح للمدير بتاعه يقول له هاي دود او هاي ميت، فمش هتنفع. فهنا فكره ان يبقى فيه جايد او في منتور يقول لي ده صح وده غلط وده يتقال هنا وده ما يتقالش هنا، ده هيفرق. يعني ممكن حد يبقى معاه اللغه ويروح لحد بس يساعده في شويه تظبيطات. طب حد لا خالص، حتى لو انت عندك الخطه انك انا هذاكر لوحدي مثلا، على الاقل اروح اخد كورس مع حد ثقه، اشوف بيعمل ايه وبيعمله ازاي، وبعدها لو انا حابه اكمل لوحدي على الاقل عرفت خط البدايه. انما ما ابداش حاجه ما اعرفهاش خالص من غير اي معلومات ولوحدي، لاني غالبا مش هكمل. وبرضو الشخص بيكون عارف نفسه هو ديسيبلين ولا. في ناس بينزلوا سلاسل ان يوس وكتب الايلتس ويقعدوا مع نفسهم يذاكروا كل حاجه وخلاص كل حاجه. ممكن شخص لا يبقى محتاج يحضر الكورس. ليه الكورس كويس؟ لان الكورس بيوفر لك بيئه تواصل. يعني انت ممكن اوكي ذاكرت لوحدك، حلو جدا، طب هتتكلم مع مين؟ في ناس شاطرين بيجيبوا مثلا شات جي بي تي او اي اي تول ويبداوا يتكلموا معاها ويطلبوا تصحيح وكلام من ده، ولكن ده برضو مش تواصل حقيقي. التواصل الحقيقي انه انت تسالني سؤال فما يبقاش واضح بالنسبه لي، فاسالك اطلب توضيح، فيبدا يحصل زي نيجوشيشن ان احنا الاثنين نوصل لارض وسط، او يعني حاجه مشتركه ان احنا الاثنين فاهمين احنا بنتكلم عن ايه او قادرين نجاوب. النوع ده من التواصل مش هتلاقيه في تول زي دي، بس هتلاقيه في الكلاس روم او هتلاقيه في ديسكشن فعليا مع ناس. الكورسز اكيد هتفرق، يعني الكورسز اكيد مفيده. That's really nice. وانا كده خلصت تقريبا يعني اخر الكويستشنز بتاعتي. لو انتي حابه تقولي اي piece of advice للتيتشرز او للستودنتس يعني please go ahead، احنا معاكي. اوكي. للاثنين يعني اعتقد دي نقطه اللي اتكلمنا فيها طول الوقت. يا ريت كل حد يحاول يبقى جاهز قبل الاوبورتونيتي. الاوبورتونيتي بتيجي فعلا فجاه، واللي جاهز بس هو اللي بيعرف يستفيد منها ويستغلها. الحاجه التانية انه محتاجين awareness كبير قوي. الأهم من التعلم أو المذاكرة كتير إن احنا نبني عادات صح. يعني دي من النقط اللي كانت فارقة قوي بالنسبة لي، وأعتقد هتبقى فارقة لأي حد. إنه بتعود إن أنا بقعد أذاكر من الوقت كذا لوقت كذا. بذاكر إيه بقى مش مهم، بس أنا متعودة على ده بعمله. these are the main things. يعني حسن دي أهم حاجات، سواء لتيتشر عايز يكمل في البروفيشنال ديفلوبمنت بتاعته لوحده يذاكر، أو حتى حد بيتعلم اللغة.
That's really nice. Thank you. Thanks so much يا آية. يعني بصراحة أنا شخصيا استفدت جدا من البودكاست دوت Thank you. على مستوى أكتر من حاجة، على مستوى التدريس، على مستوى المايند سيت نفسها، أهمية الديسيبلين، أهمية أكتر من حاجة ليها علاقة بالبرسوناليتي. يعني thanks so much. حقيقي you. نورتين. Thank you so much for inviting me. You're more than welcome. Thank you.